هاي أحمد، عامل إيه؟ الو ايه الاخبار؟ مبسوطة إن إحنا عرفنا نضبّطها، أنت مشغول أوي أخيرًا عرفنا نضبّط الميعاد وتيجي معانا. عايزة أحذّرك إن إحنا هنستغلّك يعني أسوأ استغلال النهارده، يعني انا مبسوط ان انا معاك وربنا يستر يعني ربنا يستر. هنشوف. لأ، يعني معانا بقى راجل، فعايزين ناخد كل حاجة من perspective بتاع رجالة، وانا اول راجل هنا ولا ايه؟ يعني أول راجل في المرحلة العمرية دي. كان في أصغر شوية، فاللي هو اه، يعني مش ما عرفناش ندخل معاهم أوي، بس لأ، إحنا هنستغلّك. اوكي وانا جاهز. عايزة أبتدي معاك من أول ما ابتديت في البحث عن عُلا. السوشيال ميديا يعني حصل قلبان، يعني الصور بقى بتنزل في كل حتة، مين ده يا جماعة وأختك كتبت وابن طارق نور مش ابن طارق نور، والموضوع يعني عمل لخبطة. فهاسيبك أنت تقول لنا كده، عرّفنا عن نفسك. طيب انا احمد طارق. يعني خلينا نقول ان الفن بالنسبه لي او موضوع التمثيل هو وليد الصدفه او اهم. ما كانش متخطط له يعني. ولكن انا اصلا في الاساس بشتغل في طارق نور، يعني انا إمم. بقالي يمكن دلوقتي داخل السنه دي تبقى السنه ال 25. أوكي. فتدرجت مع طارق في مراحل كتيره جدا في بوزيشنز كتيره لغايه لما وصلت دلوقتي ان انا بقيت رئيس تنفيذي مشارك، يعني احنا اتنين رؤساء تنفيذيين ماسكين المجموعه كلها، وفي نفس الوقت شريك مع طارق في المجموعه. إمم. يمكن اتربيت في الكالتشر دي، كالتشر طارق نور دي كالتشر مختلفه جدا جدا. وكنت محظوظ، يعني كنت محظوظ أوي إن أنا أبقى أحتك بالراجل ده، إن هو مش محتاج أتكلّم عليه، يعني هو إمم. مدرسة وعلّامة. وكنت يمكن أنا وشريكي أكتر ناس حالفنا الحظ إن إحنا نشتغل معاه بشكل مباشر. فاتعلّمنا حاجات كتيرة أوي، اتعلّمنا إن الشغل professional، يعني أنتِ يعني whatever you do، يعني أنتِ بغض النظر بتعملي إيه. يعني أنا باقول دايمًا عامل الأسانسير ممكن يبقى creative ويعملها بطريقة لذيذة، إمم. الراجل اللي هو اللي بينضّف، الراجل اللي بيفكّر، أي حد عنده إحساس اللي هو الولاء لشغله وإحساس اللي هو لازم أعمل شغلي صح، أكيد بيوصل. ومن هنا جات بقى حتّة الفن. يعني أنا يمكن اتعرض عليّا في المراحل دي كلّها، أنتِ عارفة أنا باحتك بالمخرجين كتير وبنعمل إعلانات كتير إمم. وبنعمل إنتاج للدراما وبرامج. فجالي عروض كتيرة أوي في المراحل العمرية المختلفة، اللي هو اطلع في إعلان لأ، طب ابقى مذيع لأ. لغاية لمّا جه موضوع البحث عن عُلا، أنا في صديقي قريب منّي أوي هادي الباجوري، كلّمني مرّة وبيقول لي: "أنا عايزك في دور في audition يعني." فأنا وهو دايمًا متعودين على الهزارات يعني، أنا إمم. طبعًا فاكره بيهزر يعني، خصوصًا إن هو طول عمره بيقول لي: "أنت ممثل فاشل، يعني أنت عمرك ما هتبقى ممثل." وبتاع، قُلت له: "أنا مش عايز إمم. أبقى ممثل أصلًا." أوكي. فبس فجه طلع الموضوع بجد، قال لي: "أنا عايزك في دور صغير كده مع هند صبري، بس أنا تعبت إن أنا ألاقي الدور ده وبقى لنا فترة بندوّر، يمكن عملنا audition ل100 واحد." إمم. فقُلت له قال لي: "طب تعالَ بس ونعدّي نروح للcasting agency ونعمل مع بعض كده المشهد مشهدين بتاع ونشوف الدنيا عاملة إزاي." طبعًا ضحك عليّا، إمم. بعت لي مشهد صغير كده عبارة عن سطرين. قُلت طب خلاص يعني عدّي وأنا سهل. ماشي، إمم. كان في المعادي أنا فاكر يعني. وأنا رايح الaudition ده ورايح الcasting عشان أعمل الaudition يعني، لقيته باعت لي صفحة كاملة اللي هو الmaster scene بتاعي أنا وبنتي، اللي هو إمم. إحنا قاعدين مع بعض ونعيّط وبتاع وكلام وأنا باعترف لها وكده. طبعًا قُلت استحالة أقوله، إمم. مش هاعرف يعني. فالمهم دخلت جوّه، يمكن خدنا حوالي 35 take. وبعد كده خدوا تاني take، يعني تاني take يمكن كان أصدق واحد، وده اللي اتعرض على Netflix وقتها علشان كان بالنسبة لهم ده leading role، فلازم يتوافق عليه مش بس من الproducers والمخرجين وكده، كمان حتى من إدارة Netflix. كل أوكي. ده أنا ما أعرفش أي حاجة، ما أعرفش أي حاجة إمم. خالص. فعملت المشهد ده وطلعت على سانت كاترين، كنت طالع كده يومين سانت كاترين، فما فيش network لمدة 3 أيام. نازل من الجبل network لقطت، لقيت الإنتاج بقى عمالين يكلموني: "مبروك، مبروك اتوافق عليك من Netflix." وبتاع. قُلت له: "متوافق على إيه؟ هو يا إمم. جماعة الموضوع بجد والّا إيه؟" إمم. فقُمت مكلم هادي قال لي: "آه، بُكرة في table read." إمم. فأنا طبعًا في المرحلة دي كنت متردد جدًا، مش عارف بقى هاعملها مش هاعملها الكلام ده، لغاية بقى لمّا جات الsign العلامة اللذيذة جدًا إن أنا نازل من سانت كاترين، رُحت على دهب عشان من دهب طالع على شرم الشيخ عشان آخد الطيارة وارجع القاهرة. إمم. داخل في المطار ألاقي قدامي هند صبري، ده بجد أوه! يعني صُدفة. إمم. فلقيت هند صبري وإحنا ما كناش نعرف وأنتم ما بعض أوي. اتقابلتوش قبل كده خالص؟ ما كناش نعرف بعض أوي، يعني أوكي. فاهمة، زي يمكن اتكلمنا مرّة في التليفون وعملنا مع بعض إعلان زمان الكلام ده كلّه. إمم. بس ما كناش يعني اللي هو مُقرّبين يعني. فبصّيت كده، فهي كانت لابسة برنيطة وكانت لابسة نضارة، فبصّت لي كده قالت لي: "أحمد." إيه ده! إيه الصدفة دي يعني؟ إمم. فقالت لي: "بس لأ." قالت لي: "لأ الaudition بتاعك هايل." وبتاع. قُلت لها: "لأ، أنا مش هامثّل لسه ما قالت لي: إمم. "لأ شَكّ الدبوس تعالَ بُكرة بس." بس، فابتدت من هنا يعني. وخصوصًا إن أنا أول حلقة أصلًا إحنا قاعدين table read كلّنا، أول حلقة أنا باقول آي بس، لو أنتِ خدتِ بالِك الحلقة اللي هي داست على رجلي وأنا باوصّل بنتي. آه. فطبعًا الناس كلّها العمالقة قاعدين وعمّالين يقولوا أدوارهم، فجه دوري فهادي بيبُص لي كده، فالمفروض أقول آي، قُلت له: "والله العظيم ما هاقول آي." مش مش قايل وأنا قايل، مش هاطلع، ناوي. ده أنا أصحابي يقطّعوني. بس، فمن هنا بقى جه الموضوع. وكان يعني
طبعًا في حتّة برضه إنِّك أنتِ في المجال نفسه، فأنتِ عارفة الناس كلّها، عارفة الcrews كلّها، الcrew members كلّهم عارفاهم، فما كانش في حتّة الرهبة دي. بس ما فيش خوف من الفشل؟ أنت ناجح ناجح في شغلك وCEO بس يعني إنك تدخل في حاجة ممكن تفشل فيها وأنت ناجح في حياتك وبادئ. بُصّي، يمكن حياتِك في الbusiness علّمتِك حاجة، لو أنتِ طول عمرِك لو هتخافي من الفشل مش هتعملي حاجة. إمم. يمكن أنا في جملة قالها زمان جيف بيزوس اللي هو بتاع أمازون، قال لِك: "إحنا ما بين project وproject ناجحين، إحنا بنعمل 250 project فاشل." إمم. فالخوف من الفشل ما أعتقدش هيساعدِك إنِّك تنجحي، علشان أنتِ لو هتفضلي مترددة إنِّك تاخدي خطوات معيّنة هتعملي مش هييجي لِك الخبرة، مش إمم. هتعرفي بتعمليها إزاي، مش هييجي لِك الثقة إنِّك تعملي حاجة. ودي بقى الculture اللي هي فعلًا اتعلمتها في طارق النور، ما تخافش من الفشل، خُش بصدرك وشوف إمم. الموضوع عامل إيه، as long as إنّك أنت دارسه صح، مفكّر فيه صح، وعندك الحتّة بتاعة الdedication بقى، إنّك هتخش بيه بقى heart and soul زي ما بنقول أو بقلبك يعني. فكان الموضوع بالنسبة لي طبعًا كان في حتّة رهبة، إن أنتِ خلّي بالِك أنا رئيس تنفيذي لمجموعة كبيرة فيها 580 موظف، فأنا لو الناس فشّلتني أنا ممكن ده يأثّر على الbusiness، آه. ولكن عندي دايمًا الbelief بتاع إن أنتِ طالما بتدّي الموضوع على قد حقه يعني وبتخلصي له هيبقى تمام. فأنا اللي أنا عملته إن أنا ذاكرت، قعدت أتفرّج على فيديوهات الناس بتمثّل إزاي what are the best practices في التمثيل وبتاع، طبعًا كل ده قدّام الكاميرا ولا حاجة يعني إمم. فاهمة، بس برضه باؤمن إن ده بيغذّي لِك العقل الباطن فبيدّيكِ ثقة نوعًا يعني ما. عملت اللي عليك فاللي عملت هو اللي عليَّ وخلاص، وبعدين داخل بقى مش فارقة معايا لسبب إن أنا دي حاجة parallel اللي أنا باعمله، عمري ما هاسيب شغلي، عمري ده مجالي الأصلي وباحبه جدًا وباشتغل فيه من زمان، عمري ما هاسيبه، فدي جات حاجة كده side on the side يعني، نجحت كان بها، ما نجحتش خلاص، عود لأدراجك سالمًا يعني. أوكي. إمم. طيب دي الحتّة الprofessional إمم. يعني أحمد طارق الإنسان بقى. ما أنتِ بُصّي، الإنسان أنتِ عندِك أحمد طارق الإنسان، أحمد طارق الفنان، أحمد طارق الbusinessman شاوري خُدهم كلّهم بقى. خدهم كلّهم. معاك عادي. آه. لأ، أحمد طارق الإنسان إنسان بسيط يعني ما فيش تعقيدات كبيرة جدًا، أهلي ناس لُذاذ أوي، عائلة متفتّحة مش متزمتة خالص، ولكن فيها برضه نوع من أنواع التحفُّظ، يعني إحنا طول عمرنا عندنا أصول أوي والعيلة أوي الصِلات العائلية عندنا مهمة جدًا. يمكن أعتقد الناس عارفة كلّها دلوقتي عندي تجربتين في الجواز، الحمد لله التجربتين فاشلين، بس طلعت منهم بأحلى حاجة في الدنيا اللي هم أولادي. عندي 3 أولاد 20 سَنة، 15 و12 أوكي. بس، ده أحمد طارق الإنسان بس مش أكتر من خلّينا كده نركّز في الإنسان شوية. خلّينا في مع الإنسان خلّينا في الإنسان. قولي لي أنتِ بقى. هاقول لك أنا، أنت ولادك قُلت لي 20 و15 و13. إمم. 20 ده يعني كنت صغير بقى لمّا إمم. كانت إمتى التجربة الأولى دي؟ التجربة الأولانية اتجوزت وأنا عندي 25 سَنة. أوكي. ولسوء الحظ يعني ما كمّلناش، بس انفصلنا بدري، انفصلت عندي 27 سَنة ونُص، أوكي. ما لحقناش نكمّل يعني. بس ليه كان الجواز بدري؟ يعني كان كان ليه أبعاد بقى كتيرة جدًا، يعني هي كانت صديقة عيلة وكُنّا نعرف بعض من زمان جدًا، وهي أخت my best friend فاهمة إزاي، أوكي. في نفس الوقت يعني، فكان في بقى الموضوع ما كانش فيه هزار يعني فاهمة إمم. إزاي، لو كان في علاقة كان لازم تتقلب إلى حاجة جدية على طول في المراحل العمرية دي. وبعدين برضه خلّي بالِك إنِّك أنتِ في مرحلة كده أهلِك كانوا عايزين يخلصوا منِّك، يعني مش يخلصوا منِّك عايزين يطمنوا عليكِ يعني بشكل أو بآخر. والولد برضه بيحصل معاه كده؟ لو جاله فرصة حلو آه. يالّا بينا يالّا. يالّا زقوا وخلّصوا بدري. آه. لأ بس كان الفكرة الهدف كان الاطمئنان على الابن يعني أو اللي أنا في المرحلة دي يعني. بس فيمكن أنا في المرحلة دي طبعًا الواحد ما بيبقاش مُدرك هو بيعمل إيه، خلّينا نقول بجد يعني الجواز يعني أنا يمكن واحدة من التجارب أو واحدة من الحاجات اللي أنا طلعت منها من التجارب في حياتي يعني، إن طبعًا الجواز بدري ده خطر جدًا على الجميع، يعني إمم. خطر جدًا على الست نفسها وعلى الراجل. شخصيتك ما بتكونش اكتملت بشكل كبير، بيبقى عندك أولويات مختلفة تمامًا، في الأول ممكن يبقى في موضوع الحب ويالّا بينا ونتجوّز وبتاع وهنعملها وهنعدّي الصعاب، عادي. بس بعد كده كلّنا عارفين يعني الناس اللي هُم دلوقتي في سننا عارفين إن الحب ده خلاص بيروح وبتفضل حاجات تانية كتير. فلمّا بتكوني بقى بترتبطي في مراحلِك العمرية الأولى دي، أنتِ بتكوني تركيزِك في حاجة تانية، عايزة تنجحي، عايزة إمم. الشغل يبقى نمرة 1 في حياتِك، فطبعًا you lose things along the way يعني فاهمة إزاي، بت ب ب ب بتحطّي أولويات مختلفة، بتظلمي ناس فاهمة إزاي، ما بيكونش عندِك المعيار بتاع إن أنا إزاي فعلًا أقدر أوازن ما بين العلاقات. فدي كانت برضه خطوة يعني أعتقد كانت بدري، وكانت واحدة من الحاجات اللي كان لازم تستنى شوية. بس عرفت يعني
دلوقتي ممكن تقول إنك عارف السبب أو يعني واصل لمرحلة كده من الإدراك إنه اللي حصل كذا وكذا، كنت في ساعتها فاهم أو مستوعب إن ده السبب؟ طبعًا لأ، يعني في اهم. ساعات أنتِ عارفة السِن اللي هو بالذات يعني نوع شخصيتي أنا كده كمان، أنا شخصيتي شوية hyper active ويالّا بينا وارمي نَفْسك في البحر وهتتصرّف وهتعمل كده يعني، دي شخصيتي عامةً، فدايمًا ما كنتش شايف الزاوية التانية دي خالص، وبعدين يعني عارفة لمّا الناس كمان زمان كانت تقعد تقول لِك: "إيه يا ابني أنت داخل على إيه، يا ابني خلّي بالك، يا ابني الموضوع مش سهل." كان الموضوع ده كانوا بيقولوا لي بس أنتِ بتاخديها بناحية اللي هو ده نصيحة الأهالي العادية اللي بتتقال يعني. ولكن لأ، كان في بقى برضه حتّة العِند الشبابي اللذيذ ده يعني اللي هو إمم. كُلّنا عارفينه برضه، لكن لأ، ما كنتش شايف طبعًا الزوايا الأخرى دي خالص. أوكي. إمم. وبعدين بقى التجربة التانية. وبعدين أنا انفصلت 27 سَنة ونُص تقريبًا، كان في كده وكان معايا كان ابني وقتها عنده 9 شهور، ابني الأولاني اللي هو عنده 20 سَنة دلوقتي. وبعد كده ارتبطت تاني وأنا عندي 30 سَنة، يمكن بعديها بسنتين ونُص. كان وقتها في تحوُّر حصل في الشخصية أو يمكن شوية نضج يعني، وقُلت بقى ده سِن لذيذ، اللي هو سِن ال30 30 ده يعني، إمم. وكانت برضه قصة حُب كويسة يعني ظريفة يعني. الأولانية يمكن ما كنتيش متأكدة أوي، بس التانية لأ، قصة حُب كانت مبنية على أُسُس يعني. وبس، وبعدين انفصلت بعديها بحوالي 11 سَنة، يعني قعدت يعني الزوجة التانية 11 عشان سَنة، وبنتقدّم، ما في أنت تقدُّم المرّة يعني. الجاية إن شاء الله. معلش المرّة الجاية إن شاء الله أبدية بقى. إن شاء الله. طب إيه اللي حصل بقى، إيه اللي كان مختلف في شخصيتك أنت كان مختلف في الجوازة التانية؟ بُصّي خلّيني أقول برضه إن يعني هو ما فيش دايمًا أنا في العلاقات ما باقولش إيه الصح وإيه الغلط وده اختلف في هي إيه، تجربتك بس. ودايمًا بُصّي عندي كده حاجة اللي أنا يمكن الtake out اللي طلع إن يعني يمكن أعتقد علاقة الراجل بالست أيًا كانت إيه هي، واحدة من أعقد العلاقات اللي موجودة في الحياة، إمم. يعني أنتِ ممكن تبقى الأمور ماشية زي الفل جدًا ومرّة واحدة مش عارفة إيه اللي حصل، مش عارفة إيه اللي باظ، مش عارفة الدنيا باظت إزاي. وغير كده كمان برضه أرجع لِك لأهم نقطة اللي هي الأولويات، أنتِ في العشرينات عندِك أولويات، التلاتينات عندِك أولويات، الأربعينات هتلاقي أولوياتك بتختلف إمم. كراجل وكست. فأنتِ هتلاقي الست مثلًا في أول جوازها مهتمية جدًا بالراجل وشغلها مثلًا بييجي نمرة 2 مثلًا، ييجي الولاد بقى الولاد نمرة 1 والراجل 2 بعدين 3 الشغل، بعد كده إيه ده هنهزر هو الولاد 1 الشغل 2 الراجل 3 فاهمة إزاي؟ ونفس الحكاية برضه الراجل بتختلف أولوياته وهو بيكبر في إمم. السن يعني. بس مع اعتقادي إن الراجل بيبتدي يضبط على كِبَر والست بتبتدي إيه، تقسى على كِبَر يعني خلّينا نقول كده يعني. لأ يعني خلاص بتعدّي مراحل معيّنة يعني. عشان بتكون ضيّعت وقت، بتحس إن ده هي حقيقي. يعني وقت راح إمم، من مركّزة مع أطفالها وكده، إمم. فمحتاجة إنها shift ده يعني حقيقي، ده بسبب حقيقي. بس طبيعة إمم. لأ يعني ده الست حقيقي والراجل. وبعدين خلّي بالِك أنا مثلًا عمري ما باقول مين اللي غلطان ولا الكلام ده كلّه، إمم. بس يمكن في علاقاتي أنا لو أنا بصّيت على نَفْسي عشان ما باحبش برضه أjudge الناس التانية أو الطرف الآخر، لأ أنا كان ممكن أضبط أكتر من كده بكتير جدًا، يعني كان في يعني أنا دايمًا خلّي بالِك أنا دايمًا باخد صَف الست شوية، عشان شايف زاوية الراجل أوي، فدايمًا باخد بالضبط. شوية صَف الست يعني، في إن هي في أوقات كتيرة جدًا بالذات إن هي لو كانت working woman عندها شغل وعندها بيت وعندها مسؤوليات وعندها، الراجل عنده شغل ورجع وخلاص، عايز كل حاجة تبقى زي الفل. أيوه. ف إحنا في مجتمعنا ما عندناش حتّة اللي هي إيه، لأ اقعد مع الولاد زي ما أنا باقعد أو اعمل يعني عندك مسؤوليات، دايمًا إحنا اتربينا يمكن في أجيال قديمة على مش كفاية باشتغل، مش كفاية باعمل، مش بالضبط. كفاية مش عارف إيه، ما أنا عندي وأنا اللي بلاوي باجيب وعندي الفلوس. التزام، بالضبط وأنا اللي باجيب أوكي. الفلوس، لكن هو في واقع الأمر خلاص روح جيب الفلوس وبعد كده بقى إمم. خلاص مش هتعرف تصرفها فين يعني. بس هو دي يعني تحسّي الراجل بيبقى يعني عايز كل حاجة، يعني أنا إمم، عاوزة أتجوّز واحدة ناجحة إمم، وaccomplished ولأ يبقى عندِك حياتِك وشغلِك إمم، ونخلِّف، بس لمّا ييجي الموضوع ده ييجي عليه، لأ أنا مش لاعب، إمم. بس أنت اللي طلبت. إمم. بس هاقول لِك ما أعرفش يمكن ده بينطبق على رجالة كتيرة، بس أنا عمري في حياتي ما كان عندي standard معيّن أنا عايز إيه، ده بمنتهى اهم. الأمانة، يعني فاهمة إزاي؟ يعني مثلًا عمري ما كنت مثلًا إيه، باحب الblonde لأ، باحب اللي شعرها أسود، إمم. باحب الطويلة لأ، باحب القصيرة، باحب اللي بتشتغل، باحب اللي بتقعد في البيت، يعني عمري في حياتي ما كان عندي متطلبات أو standards معيّنة أو requirements معيّنة في الزوجة أو في الطرف التاني في الpartner يعني، أنا دايمًا باسيبها فاهمة إزاي؟ زي ما بتيجي، يعني هي بتيجي اهم. لوحدها وبتبوظ لوحدها إزاي؟ يعني كلّها حاجات مش إلهية يا هنركّز جماعة. أوي يعني كلام ولكن فارغ. برضه خلّيني يعني أقول أنا لو هاتكلّم على تجربتي الشخصية يعني، لأ أنا كان ممكن أضبط أكتر من كده بكتير، كان ممكن يعني كان تقبلها في في النُص يعني. كان في إمم. حاجات كتيرة أوي ممكن تتقبل، ودي برضه نقطة مهمة حتّة المقابلة في النُص دي، إنِّك أنتِ دايمًا، دايمًا، دايمًا طبعًا عندِك علاقات دلوقتي بتبوظ كتيرة جدًا، لو بصيتِ للناس اللي حوالينا دلوقتي في ناس كتيرة جدًا نسبة الطلاق عِليت آه أوي، طبعًا. لكن زمان كانت نسبة الطلاق أقل. لو بصيتِ للحاجات اللي كانت الفرق إيه، إنِّك هتلاقي دايمًا الست زمان أو الراجل زمان كان بيطنّش،
دلوقتي ما بقاش في حتّة التطنيش دي، اللي هي الموضوع compromise يعني خلّينا نقول يعني، يعني إمم، أنتِ في وقت من الأوقات الاتنين لازم هيخبطوا مع بعض. فمن وجهة نظري واحدة من الجمل اللي اتقالت حلوة جدًا، إن هو لازم نتعلّم نتخانق مع بعض، إمم، عشان ما نجرّحش في بعض، ما نضايقش بعض، عشان في حاجات scars كده معيّنة بتتساب ما بتتعالجش، يعني مهمًا كان، وبالست أكتر، يعني الراجل برضه عنده ميزة إن الراجل نسّاي، الست ما بتنساش، يعني مهما حصل بُصّي ما بتنساش، فده يخلّي الراجل ياخد باله أكتر إن هو الجرح أو التعويرة بتعيش يعني وما وبتعلّم بتتنسيش، جامد اتعلّم جامد جدًا، وده حقيقي. بتحسّي إن الراجل بيفوق بعد الست؟ يعني دايمًا الست بتبقى اللي هو إيه، عندها كده بتحاول، بتعافر، لكن حتى دايمًا معروفة إنه الطلاق الست خلاص بقى بتتعامل، والراجل هو اللي بيفوق متأخّر ويبتدي يحاول يصلّح، بس يكون خلاص الوقت خلص. بُصّي، يعني مش هاgeneralize برضه مش هاعمّم، بس هاقول تجربتي كانت زي ما أنتِ بتقولي كده بالضبط. يعني أنا فعلًا، فعلًا مرّيت بالتجربة دي، اللي هو المشكلة إن الراجل بيروح وييجي، يروح وييجي، يروح وييجي، الست بتفضل تحاول، 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 بس once إن هي قررت تبيع سلام عليكم، خلاص مش صعب جدًا، الراجل ممكن يرجع، ممكن يعمل، بس اللي أنتِ بتقوليه ده حصل معايا أنا فعلًا كنت يعني في مراحل كبيرة في العشرينات والتلاتينات الواحد كبّر دماغه، دلوقتي مثلًا وأنا في الأربعينات كده، دي أحلى مرحلة عمرية في وجهة نظري في الراجل لغاية دلوقتي، لغاية لمّا أنا شُفتها، الله أعلم يمكن ال50 أحلى، بس أمّا لأ نشوف طبعًا بالنسبة ال20 ال30 الراجل كده بيبقى شوية في نضج، في maturity وفي نفس الوقت في stability في نوع من أنواع الاستقرار، فبيبتدي بقى الأولويات اللي أنا باقولها لِك دي بتبتدي تتغيّر. ومن هنا بييجي إن الراجل مش بيفوق، بس هو في لحظة بيكتشف إن لأ في حاجة تانية أهم، فاهمة قصدي إزاي؟ ولكن في المراحل التانية كانت بالنسبة له الحاجات التانية أهم، ولكن أنا I agree معاكِ في حالتي أنا 100% يعني. طب أنت اتكلمت كتير إن التلاتينات مختلفة والأربعينات مختلفة والعشرينات، طب لو دلوقتي بتفكّر إنك ترتبط بحد، إمم. يعني إيه المواصفات اللي بتدوّر عليها بقى؟ بُصّي زي ما قُلت لِك أنا أنت ما مش ما picky خالص، ما ما مش يعني عنديش ما عادي عندي ما عنديش مواصفات بس يعني معيّنة. حاجات اللي هو حاسس إنه pillars كده إنه since إن في إمم، علاقتين فشلوا، فإحنا إمم، هندوّر على الأقل حاجات معيّنة إمم. تبقى لازم موجودة عشان العلاقة يعني دي ممكن تنجح. ممكن أقول لِك frame كده معيّن إمم، إن هو بس مش هاقول لِك حاجات بشكل خاص عشان بجد ما أعرفش إمم، يعني، إمم، ولكن مش بتدوّري على حُب بقى، بتدوّري على حاجة اسمها يعني companionship مش relationship، يعني عايزة حد يكون مش بيحُط عليكِ load بالعكس بيحاول يساعدِك والكلام ده كلّه، في نفس الوقت أنتِ لازم تعملي كده، ما أنتِ لازم برضه it takes two to tango زي ما بيقولوا يعني، عشان تدّي لازم تاخد، عشان تاخد لازم تدّي وvice versa يعني. بس طبعًا بتدوّري على رفيق أكتر ما منّه حبيب، يعني فاهمة إزاي؟ حد يكون فاهم، حد يكون مشاركِك نفس الفكر والكلام، تقدري تتكلّمي فاهمِك، تكوني أنتِ بتلعبي كمان دور في حياته مهم، ما يبقاش بس الموضوع اللي هو ده راجل خلاص وعلى كِبَر مفهوم، وشكرًا، لأ، إمم، إمم، يكون فعلًا أنتِ قادرة تغيّري حاجة وهي قادرة تغيّر حاجة فيكِ. إمم، مش تغيّر يعني اللي هو major change بس على الأقل بتدّيكِ نوع من أنواع الstability يعني بتدّيكِ نوع من أنواع الاستقرار شوية في وضع معيّن، في مرحلة معيّنة. ولكن خلّيني أقول لِك يعني أنا مبسوط يعني يعني الحمد لله يعني آه، لأ أدّيت الرسالة يعني حاسس إن أنا عملتها، باركّز دلوقتي أوي مع ولادي. أوكي، تركيزي مع ولادي جامد جدًا، especially إن أنتِ برضه في مراحل معيّنة برضه أهملتِ الموضوع ده، إنِّك أنتِ الانشغال والتركيز في الشغل وكده، ولكن دلوقتي بقى باحاول بقدر الإمكان to spend quality time مع ولادي، إن أنا أبقى موجود في حياتهم، إن أنا أبقى معاهم بقدر الإمكان، وأعتقد ده في الأيام والظروف الحالية دي أصعب أصعب بكتير أوي من أي حاجة يعني، بس. بس حلو يعني أنت علاقتك بولادك لطيفة، يعني حتى لمّا كنا بنتفق الweekend لأ، إمم، ده الweekend بتاع ولادي، يعني علاقتكم لطيف، في رجالة كتير بعد الطلاق يعني إمم، بتطلّق الولاد كمان مع الست، إمم. مش بتبقى بس الست. طبعًا في، بس أنا باقول لِك برضه هارجع أقول لِك على حالتي أنا رُب ضارةٍ نافعة، يعني أنا بجد أنا قرّبت لولادي جامد جدًا، جدًا، جدًا بعد الطلاق، خصوصًا اللي هم الولد والبنت الأخرانيين اللي هي من الزوجة التانية. الولد الأولاني أنا كنت بعيد عنه شوية عشان قعدت فترة من الفترات كنت مسافر، إمم، فابتدينا نتعرّف على بعض أنا وهو على كِبَر كنا أصحاب بقى. لكن الاتنين التانيين اللي هم من الزوجة التانية دول كانوا عايشين معايا فترة كبيرة جدًا، وكنت مسافر وسافروا معايا وكده والكلام ده. ولكن في وقت من الأوقات بقى الانشغال وكده حصل زي نوع من أنواع الgap الرهيبة كده بيني وبينهم، حتى يعني علاقتي ببنتي ما كانتش قوية خالص، دلوقتي علاقتي ببنتي قوية جدًا، جدًا الحمد لله يعني. في وقت من الأوقات ما كنتش عارف حاجة عنها وكانت بتخاف مني وكانت مش عارفة تقرّبليش ومش عارفة بالنسبة لها الreactions بتاعتي unexpected، لكن دلوقتي I'm the go to person يعني هي بتروح لي لمّا يكون عندها مشكلة أكتر من أي حد تاني والكلام ده كلّه، وده بعد الطلاق خلّاني أركّز جامد جدًا، يمكن بييجي لِك إحساس من جوّه إنِّك أنتِ إيه، قصّرتِ أو فشلتِ في العلاقة، فمش لازم بقى تفشلي كمان في الأبوة، فيمكن psychologically كده بتقومي إيه، حاسة إنِّك أنتِ عندِك مسؤولية دي أكبر شوية،
وده اللي حصل معايا أنا برضه. بس يعني عرفتِ إزاي تضبّط العلاقة؟ يعني الموضوع مهم برضه يعني علاقة الأب ببنته دي يعني باحسّها إن هي دي أساس ده اللي هيحدد علاقاتها بعد كده هتكون عاملة إزاي، إمم. فإزاي عملتِ الShift دي مع بنتك؟ دي بُصّي، دي أحلى حاجة في الدنيا، يعني علاقة الأب بالبنت دي أو يمكن أنا المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي دي بالنسبة لي أقوى حاجة في الدنيا. عملتها إزاي؟ عملت إن أنا ابتديت أخُش معاها جامد أوي في حياتها، ابتديت أحضر، ابتديت أحسّسها إن أنا مهتم. يعني خلّي بالِك إن أنتِ برضه يمكن دي كانت بتحصل مع أهالينا، أنا بارجع من المدرسة أحكي لأبويا حاجة أنا بالنسبة له هو عنده بلاوي، إيه اللي أنت بتقوله ده يا ابني؟ لأ، لمّا تقعدي معاها وتتكلمي تحسّي إنِّك مهتمية بمشاكلها، وتنزلي لمستوى تفكيرها وإن إحنا تعالي نحاول نحلها إزاي، طب ما تيجي نعمل كده، بتحسّسيها إن أنتِ قريّبة منها في الفكر، ومن هنا بتحس بالارتباط شوية بيكِ. أنا عملت كده، يعني كنت باحاول إن أنا أخُش في مشاكلها، طبعًا it took me a while يعني خدت منّي شوية وقت كبير أوي إن هي تثق فيّا، فاهمة قصدي إزاي؟ إن هي بعد فترة برضه كان فيها مشاكل وكده، ولكن أعتقد يمكن دي أنسب طريقة، تسمعي للولاد فعلًا، تسمعي مش قاعدة بس كده خلاص وتقري الجورنال أو تتفرّجي على التلفزيون أو الكلام ده كلّه، لأ قاعدة بتسمعي لها وبتحاولي تناقشي مشاكلها وتخشي في مشاكلها، طب صاحبتي عملت فيّا كده، أنا طبعًا أكتر حاجة دايمًا هاخش علاقات الخناقات بتاعة البنات دي في السن ده، لكن لأ تدّي ودن كويس وتقعدي تحاولي تحلّلي معاها، وطب ما تيجي نعمل كده، ما تيجي نعمل كده. وفي نفس الوقت أعتقد في السن الحرج ده هي عندها 15 سَنة، أعتقد اللي بيغرس فيها الصفات الكويسة، واللي هي بتحس إن هو بيدّيها زاوية تانية غير اللي هي بتشوفها في الحياة عامةً، أعتقد هي بتثق فيكِ أكتر، بمعنى إن هو ممكن تبقى عارفة الولاد عارفة البولينج بقى للولاد وأنا بنتي شخصيتها قوية جدًا يعني، فبالعكس أمّا تيجي تحاولي تقولي لها بقى لأ، حاولي تلعبي الناحية الsoft إزاي وتحاولي تسمعي الناس وتحطّي نفسِك مكان الناس والكلام ده كلّه، ده بيأثّر فيهم جامد جدًا، فهي بتحس إنِّك أنتِ بتدّيها الadvice اللي هي بتخلّيها إنسانة كويسة، فدي برضه حاجة ميزة من الحاجات اللي ساعدتني إن أنا أقرّب يعني. ب يعني كذا مرّة حتى في الinterviews وقبل ما نبتدي اتكلمت على مامتك، واضح إن هي مأثّرة فيك إمم. جامد. لأ مامتي دي أقوى حاجة في الدنيا بالنسبة لي، يعني سيبِك ولا بتفرق معايا بقى حتّة ده ابن أمه، ده بيحب الأمهات، ده بيحب يعامل الست، لأ بُصّي الأم دي لوحدها يمكن أنا قُلت لِك قبل الinterview الأم لأ حاجة وأعتقد حتى يعني الناس اللي أنا كنت مرتبط بيهم قبل كده بالنسبة لولادهم كده، وأولادهم بالنسبة لهم كده، الأم حاجة ما بتتعوضش، يعني مهما كان شُفتها مع أم أبويا، شُفتها مع مع أمي، شُفتها حتى مع يمكن أم أولادي يعني أو اللي هم أمهات أولادي بيتعاملوا معاهم إزاي، زي ما بنقولوا فعلًا هو الunconditional love الأم دي بتدّيكِ من جوّه قلبها وبتدّيكِ كل ما عندها، وزي ما قُلت لِك كل اللي محتاجاه إيه بس، ألو إزيك يا أمي عاملة إيه، أخبارِك إيه؟ فأنا علاقتي بأمي علاقة كويسة جدًا، جدًا، جدًا. وقوية، وهي وقفت جنبي كتير جدًا، يعني الأم دي كانت في مراحل كتيرة أوي أنا في حياتي، كان عندي عدم توافق مع والدي كتير أوي، أنا ووالدي شخصيتين شوية متناقضتين تمامًا، تمامًا يعني، هو راجل دكتور أوي very strict عارفة traditional جدًا، وأنا الناحية التانية أحب الحرية ما ادّيني الجناحات وطيّرني يعني فاهمة؟ فهي كانت supportive جدًا، وكانت دايمًا بتآمن بيّا أوي، 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 أوي. وعيلتنا لو بصيتِ كده على structure العيلة بتاعتنا كلّهم بلطو أبيض، كلّهم دكاترة إلا أنا. أنا الوحيد اللي طلعت مش لابس البلطو يعني، يمكن جدي دكتور، أبويا دكتور، حتى جوز أختي دكتور، أخويا دكتور، فأنا الوحيد اللي هو كان بالنسبة لوالدي إن أنا ما دخلتش كلية الطب ده معناه فشل، عارفة هو عنده الmindset ده، ف ف فهي الوحيدة اللي كانت بتآمن، لأ هو مش لازم يبقى فاشل على فكرة، خلّيه يعمل اللي هو عايزه، وصلنا بقى لمراحل اللي هو طب صفّروا طب برّه وبعدين نحوّله طبعًا إيه، طبعًا في الحاجات دي أنا قُلت بس ده حياتي هتتعك، فطبعًا هي اللي ساندتني وهي اللي وقفت، وهي فخورة بقى دلوقتي ومبسوطة دلوقتي إن هي حطِّت she invested في حاجة وبتذِل أبويا. طب ده إحنا كانت المعارفة أصلًا إن أنت تشتغل حاجة تانية غير الطب، بس إمم. التمثيل بقى ده عمل إيه بقى فيك؟ بُصّي التمثيل كان تحدّي كمان حتى على المستوى العائلي، يعني فاهمة إزاي؟ يعني حتى كان في confusion يعني كان في كده شوية يعمل كده وما يعملش، يا نهار أبيض! ده بيشتغل CEO بتاع شركة، إزاي يروح أمي برضه قالت لي اعمل اللي أنت عايزه، يعني حتى إن أنا يوم اللي هو كان الaudition دوّة كنت رايح فكلمتها قُلت لها أعمل إيه؟ قالت لي: "بُص، أنت دايمًا بتبقى ميّت إنك نِفْسك تعمل حاجة لازم تعملها، طلّعها move it out of your system فأنت طالما عايز تعملها وعندك إحساس، اعملها وأنت طول عمرك بتجرّب، بتموت في التجارب يعني، روح جرّب عجبتك ما عجبتك." فهي الوحيدة اللي ادّتني فعلًا إيه push يعني along with other reasons يعني في برضه كان ناس صحابي باستشيرهم والكلام ده كلّه، والpartner بتاعي مهم جدًا باستشيره في كل حاجة يعني، وفي نفس الوقت يعني حتى طارق نور نفسه أنا كلمته وقال لي: "هتخسر إيه؟" روح يعني فعلًا فحتّة دايمًا إنِّك تبقي محظوظة إن يبقى حواليكِ من مديرِك أو الmentor بتاعِك أو الgodfather بتاعِك، إن هو دايمًا بيpush إنِّك أنتِ تحاولي، في نفس الوقت أهلِك بيساندوكِ، أعتقد بتفرق جامد جدًا، 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 عشان كده باقول لِك دايمًا الأهل
الناس اللي حواليكِ مهمين جدًا في الدفعة دي، مهمة أوي، في أي حاجة. طب إيه الحاجة يعني حصلت في تربيتك وأنت بتكبر عايز تعملها مع ولادك، وحاجة العكس، حاجة أنت مش عاوز تعملها؟ لأ، هو في ممكن حاجات كتير عايز أعملها، بس الحاجة الوحيدة اللي أنا مش عايز أعملها إن أنا مش عايز أتعامل يعني مش عايز أعامل ولادي زي ما أبويا كان بيعاملني، فاهمة إزاي؟ أبويا برضه شوية خلّي بالِك أنا عارفة حتّة إن أنا طلعت برّه جلابية أبويا دي it took me فعلًا يعني I worked on myself اشتغلت على نفسي جامد جدًا، إن أنا أبويا شوية judgmental أبويا باقول لِك very stiff هو إمم. راجل ما فيش من العيادة للبيت، من البيت للعيادة، للشغل، المستشفى، يعني حياته structured كده ما فيهاش خروج، ما فيهاش دلع، ما فيهاش الكلام ده كلّه يعني، راجل بتاع شغل وراجل ولاؤه لبيته، بس هو أهم حاجة عندي رسالتي في الحياة ولادي إن أنا أضبّطها، فده غلط، ده صح، ما عندوش بقى إيه gray أنا كل حياتي gray يعني فاهمة إزاي؟ يعني مش أبيض يبقى أسود، لأ أنا هاجرّب الgray ما الgray ممكن يبقى حلو جدًا على حلو فكرة، جميل ده. فأنا بيليق على كل حاجة. أيوه يعني أصل خلّي بالِك ليه لأ، ما هو آه. في كل حاجة ممكن يبقى في حاجة وسط، مش لازم أبقى كذا أو كذا، ما ممكن أبقى أعمل ده وده، يعني ليه لأ يعني؟ فدي كانت الحاجة الوحيدة اللي أنا دايمًا باغرزها في أولادي، إن أنا مش عايز تبقى علاقتي بأبويا زي علاقتي بأولادي، بمعنى أسمع لهم، أقعد أتكلم معاهم، أخرّجهم، أصفّرهم، أدلّعهم، أبويا ما كانش بيعمل الحاجات دي، أمي اللي كانت دايمًا بتعمل الحتّة دي يعني، فدي كانت مهمة جدًا، جدًا، جدًا بالنسبة لي، والحاجة اللي نِفْسي أعملها معاهم بقى اللي هو لأ، يعني نِفْسي أبقى صاحبهم أكتر من إن أنا أبقى أبوهم، فاهمة إزاي؟ إمم. يعني طبعًا في خطوط حمرا وفي الكلام ده كلّه، في تربية وفي الكلام ده، بس في نَفْس الوقت الولاد بيفتكروا الكلام ده جامد أوي لمّا بيكبروا، يعني بيفتكروا دايمًا اللي أثّر في حياتهم بشكل إيجابي مش اللي دايمًا كان بيوبّخهم ويزعّلهم والكلام ده كلّه، حتى even لمّا تقسو عليهم، تقسو على الطفل أو الابن يعني، قدّام لو أنتِ على أساس سليم هيشيلها لِك، بس لو كانت القسوة من مجال العِند أو من مجال إن أنا هو كده واتربينا على كده وأخلاقنا كده عاداتنا كده، ما بياكلش عيش دلوقتي especially مع especially مع إحنا الجيل ده عندنا لأ خلاص. generation Z آه، وY أنت عندك. وF وكل كل الحاجات دلوقتي صعبين آه. جدًا يعني. طب أنت فعلًا عندك generations كتير آه. شايف الموضوع عامل إزاي من ناحيتهم من حتّة الrelationships يعني يكونوا صغيرين لسه شوية، بس إمم. يعني شايف المفاهيم مختلفة؟ يعني أنا باشوف حاجة مختلفة مثلًا دلوقتي إن هم عندهم وعي على موضوع الصحة النفسية والmental health أحسن بكتير مننا. مليون في المِيّة. بُصّي أنا معمول عليّا كمّاشة طبعًا أنتِ فاهمة يعني إن أنا كل أمّا حد ييجي يخلّص حاجة ده دخل جامعة، دخل جامعة ده عايز عربية، ده عايز عربية يعني إمم. فأنتِ ماشية في كل مراحل الtantrums بتاعة الأطفال، والمراحل بتاعة كمان اللي اسمه إيه ده، الحتّة اللي هي المراهقة يعني. ولكن لأ طبعًا مختلفة تمامًا جدًا، بس حاسس أوي باللي أنتِ بتقولي فيه ده ببنتي. بنتي sometimes she is my advisor يعني أنا باسأل بنتي في حاجات كتيرة جدًا وsurprisingly بتقول لي زاوية جديدة، مع إنها عندها 15 سنة وزاوية ما كنتش باصصها، وزاوية نسائية جدًا فاهمة إزاي؟ اللي هي زاوية ذكية جدًا فاهمة إزاي؟ هاطلّع عليك كل كل آه، الأعمال لأ عايز إمم. أقول لِك يعني ابني الأولاني الكبير يعني لأ هو شوية private بنتي لأ شوية مسيطرة على حياتي، ابني الصغير لسه بيتدلّع يعني، نِفْسه ينشف شوية بس باحاول معاه يعني، بس لسه بيتدلّع في مرحلة الدلع، بس طبعًا مختلفين طبعًا. إمم، أوكي. إمم. طب عايزة أتكلم على حتّة بقى نستغل بقى الجزء التاني، إن أنت CEO في شركة وكده. آمم، شايف الستات يعني موضوع working moms والbalance وإن هي الراجل دايمًا بيشتكي إن هي مش مركّزة معاه، شايف إحنا الشركات دلوقتي الtrend عالمي إن إحنا نشغّل ستات، ويبقى عندنا كوتا كده إحنا هنشغّل ستات، ولازم يبقى عندنا ستات، ويوم المرأة العالمي بنعمل لهم إيفنتات في إمم، الشغل وكده، ونجيب لهم هدايا صح، وندلّعهم، صح. بس شايف إن هو إحنا بنطبّق إن إحنا عاملين يعني بيئة صحية للأم العاملة في الشغل؟ لأ، لا أعتقد، ما أعتقدش لسه وصلنا للمرحلة دي، لسبب إن أنتِ زي ما أنتِ بتقولي في فرق كبير أوي إن أنا أعمل الحاجة علشان I believe in it وباعملها عشان مفروض عليّا إن أنا أعملها وعشان يبقى شكلي حلو كشركة أو مؤسسة أو. فأعتقد لسه ما وصلناش للحتة دي، الناس برّه تطوّرت شوية، أنا مش باقول برضه خلّي بالِك أنا عندي برضه مرجعية شرقية شوية، مش حتة اللي هو الراجل ياخد maternity زي الست وبتاع لأ، يعني عشان لأ، مش هاروح للحتة دي إمم. أوي، ولكن لأ، الست عندها فرصة عندها حق إن هي برضه يبقى عندها حتّة في الحياة العملية، عشان إمم. تقدر تعمل دي لازم الشغل يساعدها، ولازم الشغل يساندها، علشان هي مش هتقدر إن هي تبقى عندها ولاد وبتخلّف وبتعمل، ففي مرحلة معيّنة بس الست بقى ما تخش الشغل تخلّف 5 وتخلّف 6 يعني فاهمة إزاي؟ بس إحنا عارفين أوكي. إن هي لأ، في طبعًا يعني يعني ولد أو 2 أو طفل أو 2 الشغل لازم يساندها جامد أوي. إحنا عندنا في الشركة عندنا يعني قد أُجزم إن إحنا الحتّة دي كويسة أوي، حتى الleadership team بتاعنا فيه 4 بنات، يعني إحنا 9 في 4 بنات.
فأنتِ ده الleadership team اللي هُم بيحركوا المجموعة كلها بقى. إمم. فده بالنسبة لنا لأ الinclusion وحتة المرأة دي حاجة مهمة جدًا. بنحاول نساعد بعض بقدر الإمكان، بس أعتقد لأ، في الحياة وفي المجتمع المصري إحنا لسه كتير أوي يعني، والست مظلومة يعني مظلومة لسه، بس مش قانونًا بقى خلّي بالِك يعني هو إحنا قعدنا نقول إيه women empowerment women empowerment women empowerment لغاية لمّا الراجل يعني خلاص يعني ما فيش حاجة اسمها فين؟ man empowerment. أنا حاسس إن إحنا كمان 20 سنة هننزل إحنا مظاهرات في الشارع يعني. لأ يعني يعني مش ندخل في الحتّة دي، بس لأ إمم. يعني ما هي كلّها حاجات ما بتطبّقش في الآخر، ما هو بنقول أهو على بس عايز الشغل. أقول لِك على مستوى القانون لأ، في حاجات كتيرة أوي اتضبّطت للست دلوقتي. طبعًا ما هي المشكلة كلّها في الثغرات. يعني أنتِ القانون إمم. بيقول إيه، القانون نيّته كويسة. تعالي بقى شوفي الراجل اللي بيتبلّه والست اللي بتتبلّه والكلام ده كلّه، اللي هي بقى انعدام الضمير. ما أنتِ برّه ما فيش كده. يعني برّه عنده الكدب مصيبة. إمم. إحنا عندنا الكدب في دمنا. يعني إن هو بس طالع قدّام القاضي عشان يُدان والّا حاجة، هيكدب أي حاجة عشان يوصل للobjective بتاعه. ما إمم. فيش ضمير. فاهمة إزاي؟ أيوه فاهمة. لكن للأسف، بنستغلّه بشكل خطأ، ولكن الأساس كويس. يعني الأساس موجود كويس، وأعتقد دي نقلة يعني. كنا فين وبقينا فين برضه. فأنت مش لازم تاخدوا كل حاجة كلّها مرّة واحدة كده. ما إحنا يعني عايزين ناخد الأول. خدوها أنتم واحدة، بتقفوا لنا في واحدة. النُص كده برضه الحاجة بس ما بتكملش. ردًا على سؤالِك لأ، يعني الست لسه ما زالت مظلومة في الحياة العملية طبعًا. especially على فكرة في بعض في مِهَن معيّنة. ده الحاجة اللي هي برضه الغريبة شوية. يعني يمكن بُصّي حتى على المجال الفني، يعني إمم. مثلًا هتلاقي المخرجين. يعني المخرجين الستات قليلين compared إمم. للرجالة. الراجل هو المهم. حتى even على الممثلين برضه. على مستوى الممثلين هتلاقي دايمًا نجم الشباك راجل. صعب أوي تلاقي نجم شباك ست. إمم. إمم. فاهمة قصدي؟ فدايمًا الراجل والست دايمًا supporting actress. في المهن اللي زي عكس برّه مثلًا لأ، ميريل ستريب تعمل فيلم عادي جدًا وكلنا نتفرّج عليه. إمم. يعني إمم. فاهمة؟ يمكن بس خلّي بالِك ده برضه across all. يعني حتى في أمريكا دلوقتي بيتكلموا، أو في أوروبا والكلام ده كله بيتكلموا على المعاناة في هذا النوع من المجال. وأعتقد ده عشان مجال قريب مني شايفه. بس في مجالات تانية أكيد برضه فيها نفس الحكاية. إمم. في المجال الcreative عندنا، يعني الaccount management عندنا اللي هم الناس اللي هم خدمة العملا والكلام ده اللي بيشتغلوا مع client. الستات أحسن من الرجالة مليون مرّة. إمم. الراجل ما عندوش ربع التركيز بتاعة الست في الdetails والتفاصيل والكلام ده كله. لكن تعالي بقى وخشي على مستوى الcreative. لأ الcreative يعني مظلومين شوية. إمم. مش موجودين. بس ما أعرفش برضه يعني مش قادر أحط إيدي ناتجة عن إيه. إحنا بندّي فرص. إمم. بس هو الراجل بيُبدع في الحتّة دي شوية. الست يمكن بتtend إن هي to have steady job. فبتبقى عايزة اللي هي ال9 to 5 أو ال9 مش عارف. الشغل الcreative بقى ده ممكن يشتغل 24 ساعة ما يروّحش بيته فتلاقي ممكن يكون لو الsystem كويس هتلاقي الست هي بتفضّل إنها تروح للمجال اللي هو فيه راحة بالنسبة لها كمواعيد especially لو كانت ست متزوجة يعني. بس. بس هي دي يعني بس دي حاجة وحشة برضه، يعني حاجة حلوة وحاجة وحشة، يعني حلو إن كل واحد يبقى ليه اختصاص مش مشكلة، بس إن الست طول الوقت تبقى حاسة إن هي محتاجة يعني to step back أو تhold back الpotential بتاعها عشان بس to fit in the frame of ال الأم والزوجة. إمم. إمم. طبعًا صعب. يعني بس عايز أقول لِك هي it comes with the package. ما هو في نفس الوقت يعني هي دي الأم. يعني هي دي الست. يعني ده دور. عشان كده باقول لِك هي دايمًا أوكي. مظلومة لو هي إمم. عايزة تنجح. فاهمة إزاي؟ هي دايمًا عندها الchoice إنها ما تشتغلش. تمام. طبعًا أوكي. بظروف الحياة دلوقتي ما بقاش حد عنده الchoice ده. ده كله لازم يشتغل وكله لازم يتكاتف والكلام ده. ومن هنا على فكرة ده اللي ممكن يغيّر مفاهيم كتيرة جدًا. يعني لمّا الراجل يبتدي يحس إن دور الست دلوقتي economically أو اقتصاديًا بقى مهم. إمم. ده هيساعد في تغيير الفكر أكيد. فاهمة إزاي؟ قبل كده أنا الراجل وأنا اللي أشتغل وهنعيش على قد. أنت دلوقتي مش عارف تاكل أصلًا. فاهمة إزاي؟ فأنت دلوقتي لأ. وده اللي حصل برّه على فكرة. برّه يعني مثلًا أنا كنت يمكن حتى صُدفة من كام يوم كده كنت قاعد مع ناس ألمان. وواحدة في position قوي جدًا هناك. يعني على درجة مثلًا وكيلة وزارة يعني حاجة نفس الlevel يعني. بيعانوا. يعني فاهمة إزاي؟ بتعاني في إن هي إيه. هم بيدفعوا 40 و50% آه ضرايب. لأ، بس طبعًا هم بس في services في لاقيين المقابل. خدمات ولاقيين كل حاجة. وهم دي على فكرة الحاجة اللي مجنناهم. إمم. بس في نفس الوقت هم they're accommodating جدًا للimmigrants. يعني مثلًا هو موضوع سوريا وبتاع إمم. بيشغّلوهم وهم صعبان عليهم. بيقول لك أمّال هيعملوا إيه؟ ما إمم. عندهمش حل تاني. فعندهم إنسانية عالية شوية عننا يعني. تمام. ولكن لأ بيعانوا في حتة إيه. جوزها طلعان عينه انترفيوهات وهي عنده 50 سنة. إمم. عمّال يعمل انترفيوهات وعمّال ينُط من شغلانة لشغلانة عشان عايز الأحسن. إحنا برضه عندنا كسل خلّي بالِك. يعني إحنا إمم. برضه كسلانين شوية. إحنا كسلانين. الواحد اللي هو بيضمن ويحط في بطنه بطيخة صيفي كسلان. فاهمة إزاي؟ culture. هي بُصّي هي كلّها دايمًا في حتّة إيه الculture والmindset. أنتِ عايزة إيه ودماغِك عاملة إزاي واتربيتِ إزاي والكلام ده كلّه بتغيّري نَفْسِك إزاي. إمم. ده بيساعد حاجات كتيرة. للأسف إحنا في جزء كبير جدًا في مجتمعنا لأ، ما بنعملش ربع اللي بيتعمل برّه علشان ياخد دولار. ما أنت إمم. فاهمة قصدي؟ اهم. عشان اهم. يطلّع الدولار برّه صعب جدًا. إحنا عندنا هنا شوفي كام موظف حكومة. مُعتمد على الدولة عامل إزاي. مُعتمد بشكل كامل إزاي.
وبيروح شغله بيعمل إيه، وكلنا اتربينا على فوت علينا بكرة، والست مش إمم، عارف أم إيه اللي بتعمل إيه، يعني إمم. شوية ضمير الدنيا بتختلف تمامًا. باسألك سؤال أنت شخصيًا مش لازم الراجل يعني، أنت رأيك تحب الست دايمًا تبقى ناجحة وشغّالة وتمام، بس برضه نجاحها ما يعلاش عن نجاحك؟ لأ، ما عنديش الحتّة دي جدًا خالص، يعني بالعكس أنا يمكن في علاقات كتيرة أوي I support 100%. طبعًا كأي بني آدم طبيعي، ما خلّينا برضه ما نضحكش على بعض ونقول إن إحنا إيه، كلّنا ملايكة وبتاع وطلّع الجناحات وكده، أكيد لأ يعني. إمم، ممكن يحصل غيرة طبعًا، ممكن يحصل غيرة من نجاحها من بتاع إمم، الكلام ده كلّه، بس هو ده بقى حتّة الself control والشغل على الشخصية شوية، يعني فاهمة إزاي؟ لو أنتِ بت بت بتفصلي الego ده عن نفسِك شوية وتقولي لأ، ما هو النجاح ده ليكِ كُلّه كعيلة، لو when you treat yourself as one body أنتِ إمم، جزء واحد، أنتِ عيلة واحدة، أكيد نجاحها هيبسطِك. طبعًا في حاجات ممكن ت ت تتعمل، بالذات إن هي لو بتعاملها مع الموضوع برضه بشكل خاطئ شوية، أوكي، وهي برضه لازم تبقى ذكية جدًا، يعني لو إمم، هي بتنجح جامد والراجل بيsupport ما تستغلش ده بقى، يعني لازم الناحية التانية تدّي شوية علشان هو يحس إن هو أنا ادّيت في حاجة وI supported وعلى الأقل بالاقي حاجة مش بالاقي مدام تاتشر مرّة واحدة عملت نفسها رئيسة في البيت، فأنا أوكي، قصدي عشان كده دايمًا هو balance بقى، مليون في المِيّة يعني بُصّي ما فيش ده لوحده ولا ده لوحده يعني ما فيش، بس في ناس على فكرة بيطلع عينيها طول حياتها تتقهر وخلاص هي رضيت بكده، بس مش دلوقتي بقى، مش مع الexposure اللي إحنا فيه مش على الحقوق اللي متساوية تقريبًا ما بين الاتنين، يعني ما بقاش في حد يقبل بقى، عشان كده نسبة الطلاق عالي فعلًا. بتعلى جامد أوي، الست حَسِّت بنفسها شوية، فين أيام سي السيد فين الله يرحمك يا سي رجّعوا، السيد رجّعوا، رجّعوا سيسي ما عندناش مشكلة، بس وحشنا المشكلة سيس لا محصّلين سيسي ولا مش مش محصّلين كده يعني، عصّبين كده ولا كده يعني. رجّعوه مش مشكلة. إمم. طب ما هو فعلًا يعني هو أصلًا الموضوع ده باسمعه كتير أوي، يعني كل ما نقعد في قعدة أنتم لسه عايزين حقوق، ما أنتم أخدتوا كل حاجة. إمم. طب يعني هي في الحياة العملية ما إحنا أهو في الحاجات إمم. الexamples اللي إحنا قُلناها كلّها، هي على الورقة والقلم ماشي، ما أنا بانزل وباشتغل وبنعمل كل حاجة، بس هتلاقي أول ما الموضوع خبّط في العلاقة إن أنت إيه ده لأ مهتم بيّا مش إمم. شكوى 3/4 الرجالة المصرية صح. إنه لأ مش مهتمية بيّا، تبقى إمم. هي مطحونة من الساعة 5:00 لحد الساعة 23:00 وبعد كده مش مهتمية بيّا، ماشي هي أخدت حقوقها، صح. بس على الأرض الواقع ما هو ما فيش. مش عارف أعمل إيه يعني، تيجي بدري. لأ، تيجي بدري تيجي شوية، بدري لأ أنا قصدي ماشي يعني بُصّي هتخلّص، لأ عشان هتخلّص كده باقول لِك بُصّي هو نجيب هو الpressure على الاتنين في إن هم يعملوا الbalance، ما أنتِ في نفس الوقت إيه، ما أنتِ ما إحنا لو قعدنا نقول أنت وأنتِ مش هنخلص لسبب أنتِ مش مهتمية بيّا، طب أنت ما بتخرّجنيش، طب ما أنت ما سفّرتنيش، طب ما أنت ما بتعملش طب ما هي دي طريقتها في إنها تقول لك إنه يعني آه. بتنقذ العلاقة. ما عشان بس أنا بُصّي أنا يعني ما أعرفش يعني برضه خلّي بالِك كل حاجة وليها شواذ، بس إمم، أنا ما يعني أعتقد لو الراجل بيدّي جامد في العلاقة والست برضه نفس الحكاية في عطاء شوية ما أعتقدش بنوصل للحتّة دي، فاهمة إزاي؟ إمم، بيبقى في بس ما يبقاش حد بيabuse أو بيستغل الموضوع ده لأقصى درجة، يعني الست حتى كمان لو جوزها راجل ساكت وما اتكلمش على إن هي ست ناجحة والكلام وكل ده، تيجي الساعة 23:00 لا ما عندهاش دم بقى، لأ ما هي ونفس هي ما الحكاية كانتش قاعدة بتجري ما لأ بتودّي الولاد حتى التمارين لو كده والحاجات، حتى لو كده ما هو نفس الحكاية لازم يعمل كده برضه، ما هو ماشي برضه لو أنا هارجع أقول لِك الناحية التانية برضه نفس القصة، إن هي الراجل حتى لو بيشتغل لغاية الساعة 23:00 كل يوم، لأ ما هو بيظلم ما الست، وحشة ونفس الحكاية الست برضه، فأنا عشان كده باقول لِك هو لازم عشان كده باقول لِك أكتر علاقة قد تكون معقدة في الدنيا، إمم، علاقتي بيني وبين أخويا واضحة، علاقتي بيني وبين أمي واضحة، فاهمة، علاقتي بيني وبين أبويا واضحة، علاقتي بيني وبين رب العمل واضحة، الوحيدة اللي مش واضحة العلاقة اللي هي العلاقة الرجالية والنسائية مع بعض يعني، لازم يكون من وجهة نظري يعني، لازم يكون في communication يعني حتّة التواصل دي والكلام ده كلّه، يعني لو أنا زعلان إن هي بتيجي كل يوم الساعة 23:00 لازم أقعد في وقت من الأوقات أقول لها أنا زعلان، إمم، والموضوع ده بيضايقني تمام، فهنعمل إيه، تعالي نفكّر مع بعض نعمل إيه، let's خلّيها مشكلتنا مش مشكلتِك أو مشكلتي، إمم، عشان هو ده اللي بيعمل الجفاء وبيعمل البُعد وبيعمل كل واحد بيبقى 2 teams يعني. فالتواصل مهم جدًا، الcompromises إنها إيه، مش أنا عارف إن أنا النهارده مضغوطة هاسكت، مش لازم بقى أقعد أرخّم، هي بقى عارفة إن أنا بُكرة مضغوط وعندي شغل وبتاع، خلاص مش هاتخانق دلوقتي، يعني إمم، الحتّة دي هي دي من وجهة نظري أهم حاجة، للأسف ما بتجيش مع السن المبكر. إمم، خالص، 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 خالص. وبعدين حتّة الأنانية برضه، ما هو الراجل إيه، عايز أنجح، ما أنا عايز وأنا الأهم، فاهمة فاهمة لأ، ما برّه الراجل ممكن يقعد يرضّع في البيت والست اللي بتشتغل عادي، إحنا هنا ما بقاش راجل، ما الست تصرف عليه فاهمة؟ فبرضه الضغوط اللي حواليك يعني، ولكن عشان بس ما نتوهش الدنيا، هُم الاتنين لازم يتفقوا، الاتنين لازم يتكلموا، الاتنين لازم يبقى في communication، إحنا في مصر ما عندناش communication ده، إمم، إحنا عندنا بنjump لconclusions على طول،
وبنjudge الناس على طول من غير ما نقعد نسمع الطرف الآخر، ولكن لو فعلًا، فعلًا لو حسيتِ بس أو حطيتِ نفسِك مكان الطرف الآخر قبل أمّا الجملة تطلع من بُقِّك لمدة 3 ثواني هتفرق كتير جدًا، جدًا يعني. إحنا ما بنعملش دي بقى، فدي it's habit يعني فاهمة إزاي؟ لازم وهتاخد أجيال أعتقد مش هتيجي كده أهو يعني. كمان في الجيل اللي جاي إن شاء الله. ولكن في حالات كتيرة أوي باشوفها من الناس اللي حوالينا، من أصحابنا فعلًا بيطبّقوا الحاجات دي، وأعتقد عايشين حياة صحية، حتى لو كان في اختلاف. لو أنا مش قادر أكمّل في العلاقة دي خلاص إمم، وواجهت وبشكل مباشر وبشكل فعلًا من قلبي، مش هيبقى في ضغينة. إمم، يعني دايمًا بعد الانفصال أهم حاجة في الدنيا العلاقة الكويسة لو في أولاد. لو إمم، العلاقة مش كويسة يا نهار أبيض! يعني العيال هي اللي بتتظلم. لكن في كل الأحوال هي العلاقة الكويسة نتكلم مع بعض، مش طايقِك خلاص أنا مش طايقِك، إمم. أنت مش طايقاني خلاص يالّا بينا ننفصل، بهذه الدرجة من البساطة. لكن أطلّع عينها وتطلّع عيني ونقعد نعمل كده والولاد في النُص، جحيم، جحيم. كمان أنتِ اتكلمتِ على الحتّة بتاعة برضه إنه مش عاجبنا، مش مبسوطين، إمم، نسيب بعض. صح، بس خلّينا نقول مش هنعمم، بس نسبة كبيرة بنلجأ بقى للخيانة، إمم، ودي بتبقى أكتر يعني دلوقتي الرجالة والستات صح، بيخونوا يعني مش هنتكلم طبعًا، على الموضوع، طبعًا، طبعًا. بس طبعًا. بقينا ما شاء الله قُلت له الاتنين خدوا حقوقهم في كل حاجة حتى الخيانة. ما خلاص بقى ما كُلّه بقى عشان تدوقوا من اللي أيوه كنتم بالضبط. بتعملوه. بس يعني خلّينا آه. نتكلم عن الرجالة دلوقتي بتخون أكتر، ليه بيستسهلوا فكرة الخيانة؟ ما تسيب العلاقة. آآ حُب امتلاك، يعني فاهمة، فيها جزء حُب امتلاك، وفيها جزء كمان أنا مش عايز أدمّر البيت، الراجل بيدّي نَفْسه حق. تمام، خلّي بالِك الراجل برضه إيه، الراجل مش زي الست في حاجة، ده في وجهة نظري برضه. إمم، الست عندها ميزة عن الراجل جامدة جدًا، 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 إن هي عندها high level of self control، عندها إنها تقدر ضبط تتحكّم في النفس، نَفْسها بشكل أكبر بكتير أوي من الراجل، في عواطفها وفي ريأكشناتها وفي الكلام ده كلّه، أصيع من الراجل بكتير. إمم، فما في للأسف إحنا كلّنا رجالة مُغيّبة، مش فاهمين إن الست برضه على فكرة ممكن تكون بتحب جوزها عدّى حد أُعجبت بيه، ما هو إمم، ده وارد، صح؟ ما هي آه، بني آدمة، إمم. أو لَفَت نظرها أو مش عارف إيه ده بيحصل، بس الفرق إن الراجل بيجري والست بتعرف تعمل self control شوية، ده وجهة نظري. آمم، لمّا الراجل عنده حتّة الvalidation، أنا عايز أحس إن أنا عندي ليّا لسه رونقي ولسه مرغوب فيه والكلام ده كله، أعتقد ده في شخصية الراجل أقوى كمان من الست، ده في وجهة نظري يعني. ولكن في الآخر ده ما يدّيش طبعًا الحق يعني فاهمة إزاي، إمم، الخيانة، ولكن الرجالة أكتر علشان المجتمع برضه. إمم، يعني عايز أقول لك حاجة، نسبة الخيانة في فرنسا مثلًا عالية جدًا، 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 وفي بعض الأحيان من الزوجات أكتر من الستات أكتر من الرجالة. إمم. يعني أعتقد ليها دعوة برضه بالمجتمع والكلام ده كله. ودلوقتي مع الانفتاح اللي إحنا فيه والحقوق بتاعة الست أهو، ابتديتوا توصلوا أهو. لكن لأ، الراجل هو حتّة إن هو حتّة السيطرة والهيمنة، وأنا الراجل وأنا أعمل اللي أنا عايزه وشكلِك أنتِ قدّامنا لكن لو هو فعلًا عرف إن هي بتحس نفس إحساسه، هيختلف الموضوع تمامًا. بس هو فعلًا الراجل أصل أنت قُلتها كده في النُص ما اقتنعتش الصراحة. إيه؟ يعني الراجل ممكن يعني بيخون خايف على البيت مش عاوز يهِد البيت، يعني بيلعب بديله يعني، بس بس بيهزر. عشان يعني عارفة محمود عبد أصلًا العزيز مرّة قال لِك إيه، قال لِك جملة كانت عجبتني أوي وأنا صغير، فضلت معلقة في وداني لغاية دلوقتي. أعتقد فيلم جري الوحوش، جري الوحوش. قال له: "أنا لازم أشحن بطاريات قلبي عشان أنوّر عيش الزوجية." فهو عايز أقول لِك أعتقد ده منطق الراجل العربي أو المصري، اللي هو بيفتكر إن هو إيه، بدل ما يروح يطلّع غِلّه في الناس وبتاع الكلام ده كلّه، طب أنا أروح أهيّص مرتين وأرجع بيتي إيه، هابلع القرف، فاهمة إزاي؟ again بيدّي لنفسه الحق، إمم، هو مش حق مُكتسب، إمم، ولكن هو في أنا باقول لِك أنا مع الbalance تمامًا، إمم، يعني متأكد إن الست بتحس بالخيانة زي ما الراجل بيحس بيها بالضبط، بس إحنا بنأفور. وشرف إيه وبتاع والكلام ده عشان إيه، العادات والتقاليد، ولكن كإحساس بني آدم عادي أعتقد ممكن تكون هي بتتوجع أكتر أصلًا، إمم، يعني فاهمة؟ بالذات خلّي بالِك كمان الست المصرية عامةً أو الست عامةً ممكن تعدّي خيانة، إمم، بس ما تعدّيش علاقة حُب، فاهمة؟ يعني الراجل لو خان مرّة بتاع كده يعني عشان عينه زايغة والكلام ده كلّه، ما تفوّتش بسهولة إنه حَب حد عليها. إمم. يعني دي بالنسبة لها الراجل بالنسبة له مش فارقة. حبِّت ما حبِّتش هي واحدة غطايا رقبتها، فدي فأعتقد راجعة كمان للculture والمجتمع اللي إحنا لأ فيه. عشان متربيين واحنا بنتفرج على تمثيليات من واحنا صغيرين مهم بيلف يلف ويرجع يبات في بيتك كمان يعني بالضبط، في حضنك بالضبط. فدي خلّي بالِك الميديا بتأثّر بشكل طبعًا كبير آه. جدًا، جدًا، جدًا. يعني أنتِ مثلًا لو أنتِ
حاجة جزء مثلًا ليه علاقة بالمحاماة مثلًا، اتفرّجي على المحاماة بيتعاملوا معاها إزاي في الدراما وفي المسلسلات، الواقع مختلف تمامًا، فاهم، بس إحنا مقتنعين يعني مقتنعين بالبلطو الأسود وبتاع ورفعت القضية روحي المحكمة عادي ما فيش الكلام ده خالص، مش مهم. فيعني أوكي. it's a different thing يعني، فهي طبعًا الميديا والأفلام والكلام ده كلّه عملوا يعني رسم لإطار معيّن إحنا للأسف we got stuck فيه في فترة كبيرة، مع الإنترنت بقى والexposure والTikTok والreels والكلام ده كلّه، لأ تعالَ بقى إحنا ده في محتاجين عالم level تاني تاني بقى، ده إحنا في level تاني. في عالم تاني، آه. فأعتقد هي مراحل متطوّرة يعني ولكن ما يدّيش الحق أي حد خالص الخيانة، الخيانة وحشة ما فيهاش هزار، خيانة وكدب يعني ما فيهاش هزار، يعني وأنا باعتقد إن الكدب نوع من أنواع الخيانة، يعني هو يعني لو أنا باكدب على حد وهو صدّقني، ما هي دي خيانة أمانة، يعني هو أنا مقتنع تمامًا إن هو أمين لي باكدب عليه، فدي خيانة أمانة برضه. فالخيانة والكدب بالنسبة لي لا يُغتفروا في العلاقات الزوجية. بس أنهي خيانة؟ لإن دلوقتي بقى في يعني الرجالة بتلعب أوي بالحتّة دي بقى بحتّة السوشيال ميديا، وتلاقي كل شوية ست باعتة اللايك خيانة اللايف دلوقتي إيه ده أنتِ أنت وأنتِ عملت لها لايك هو مش للدرجة دي بقى، لأ مش للدرجة بس يعني يبقى قاعد بيتكلم مع واحدة على السوشيال ميديا، وبعد كده لمّا مراته تزعل، لأ أنا ما خُنتكيش. بُصّي أنا دايمًا المعيار في الموضوع ده إنِّك أنتِ الراجل يسأل نفسه سؤال، لو هي عملت كده أنت هتعمل إيه؟ فاهمة قصدي إزاي؟ إمم. لو أنت اتجننت وغِرت واتشعوطت، اهم. يبقى هي بتحس بنفس الإحساس، أكيد، أو على الأقل البare minimum يعني. فدايمًا باحط لنفسي المعيار دوّة في أي حاجة، فاهمة إزاي؟ again حطي نفسِك مكان الشخص التاني لمدة 3 ثواني، فكّري هيتعامل إزاي. هتلاقي العلاقات بين الناس أصلًا اختلفت، ده من راجل حتى لو واحد شحات في الشارع جاي بيشحت منِّك بطريقة معينة، امشي يا عم امشي، طب حُط لنفسك اعتبار إن الراجل ده فعلًا مش لاقي ياكل، يا عم ادّي له نُص جنيه، ادّي له مثلًا، فاهمة قصدي؟ فلكن ده بقى بيحُط أساس للعلاقات كلّها، سواء على فكرة مش بس العلاقات الزوجية أو الرجالية والنسائية، في أي علاقات في الدنيا، يعني فاهمة قصدي؟ حتى جزء من اللي أنتِ قُلتيه اللي هو الست في الشغل، إمم. لو أنا دلوقتي قاعد أنا المدير دلوقتي والست قصّرت النهارده ما جاتش ومش عارف إيه والولد وجابته من المدرسة وبتاع، إمم. طب ما هتعمل إيه؟ تعملي إيه؟ يعني يعني أنت قُل لي هتعمل إيه؟ لأ دي مسؤوليتِك مش مسؤولية يعني هي عندها بلاوي وفي نفس الوقت كمان لو كانت في السنين الأولى، هي واخدة وقت تأدابت يعني عندها مشاكل جامدة جدًا، وما بيناموش وما بيعملوش، ومش كل حد مقتدر إنه هيقدر يجيب helper في البيت أو هيجيب حد يساعده فهتضطر تعمل الكلام ده كله بنفسها، عشان كده برضه هي أعتقد ده معيار جامد أو حاجة أساسية في أي علاقة في الدنيا مهمًا كانت، كبيرة، صغيرة، يمين، شمال، أي حاجة، حُطّي نفسِك مكان الشخص التاني في لحظة معيّنة، شوفي هتتعاملي إزاي، لو اتضايقتِ ما تعمليهاش أوكي. بس يعني. طب إحنا بقى هنلعب معاك لعبة، آه، يعني آه، هي هيطلع لأ مش كل الحقوق بقى اللي أنت قاعد تتكلم عليها دلوقتي هتطلع فجأة في وشنا دلوقتي. فاجئوني، عيالي هتخشوا لأ إحنا يعني أنت عارف أصلًا انطلاقي طالعة من فكرة الجروب، وإحنا الستات بتبعت قصصها، مشاكلها، أسئلة، إمم، بس دايمًا بناخد رأي الستات، يعني الستات بتساعد بعض، عايزين بقى ناخد وجهة نظر راجل. حلو، قولي لي، أوكي، هنقول ماشي، لك كام هتقولي لي حاجة. كام حاجة وتاخدي وجهة نظر الراجل فيها، مثلًا تمام، ماشي، هاقول لك حاجة بقى بتتكرر كتير أوي، إمم، واحدة مش متجوزة، بس في واحد متجوز بيحبها وبيقنعها إن هو منفصل وبينام على الكنبة وهيطلّق مراته، بس هو مكمّل بس عشان خاطر الولاد، إمم. تعمل إيه؟ أنا أعمل إيه فيه؟ لو لأ أنا أنت ما مين؟ لو تعملش أنا حاجة. لأ لو أنا مكان الست يعني لو أنت مكان لو لأ مكان يعني قُل لها هو بيضحك عليها وما بيضحكش عليها آآ يعني الأكذوبة بتاعة يعني بُصّي يعني أنا هاقول منفصل لها ونايم على الكنبة دي، يعني بتحصل؟ هاقول لها حاجة واحدة بس، اللي إمم. هو اللي بيعمله في مراته دلوقتي غالبًا هيعملوه فيكِ برضه، يعني هو لو قبل إن هو يعمل كده دلوقتي، إن هو دلوقتي يعرّفِك على مراته وما قالهاش، صح؟ فده حاجة برضه نوع من أنواع أنا وجهة نظري الخيانة، إن هو فلو هو خان مراته دلوقتي، أعتقد هيخونِك قدّام، فأنتِ لو هترضي بكده اتكلي على الله يعني يعني هاقول لها كده يعني، بس لكن هو أوكي. حتّة إن أنا هاطلّق مراتي عشانِك وبتاع والكلام ده كلّه، أفضّل إن هي تبعد لو أنت عايز تطلّق مراتك، طلّق مراتك عشان أنت عايز تطلّق مراتك، ما تطلّقش مراتك عشان لمّا حد بيعمل حاجة عشان حد بتبقى حاجة ضعيفة جدًا، لكن لمّا بيعمل حاجة عشان اقتناع بتبقى قوية جدًا، حتى even لسه كنت باتكلّم في الكلام ده على مستوى تغيير الدين مثلًا، لو أنا مثلًا عايز أتجوّز واحد مسيحي عايز يتجوّز واحدة مسلمة، هيقوم مغيّر عشان يتجوّزها، أنا لو المسلمة ما ارضاش، بسبب إن هو ما بيعملش كده عشان مقتنع، فاهمة إزاي؟ فعمره في حياته ما هيقتنع، وعمره في حياته ما بيعمل حاجة علشان يوصل لغاية معيّنة، ولكن أعتقد لو هو مقتنع إنه يسيب مراته، ابعدي عنه، خلّيه يسيب مراته، يحل مشاكله، وييجي لِك كده خالص ما خلاص، إمم. يبقى كده راجل محترم، لكن لمّا يقعد يعمل كده، ده يعني هيحصل لِك نفس الكلام.
طب هو الراجل ممكن يكمّل يبقى تعيس في علاقة ويكمّل عشان خاطر الولاد فعلًا؟ آآ ممكن ممكن في بعض الأحيان ممكن أنا لأ مثلًا، يعني أنا استحالة، يعني بسبب إن أنا وجودي في علاقة أنا مش مبسوط فيها، هيأثّر على الولاد بشكل سلبي، عشان أنا طول عمري وهاظلمهم، عشان هابقى أنا حاسس إن أنا ضحيت، وإن أنا عدم سعادتي علشان خاطر الطفل ده، وعشان خاطر ده، رغم إن أنا ممكن أبعد على فكرة وأبسطه أكتر، وأكون ليه سَنَد أكتر، وأكون معاه أحسن، وما أعتقدش إن دي حل يعني، لأ ما أعتقدش إن ده صح يعني، بس أنا ما أعملهاش يعني. ماشي، مشكلة ادّيني تانية. تاني من مشاكل الستات دي حلوة دي. هاقول لك عاجبك الخلاع؟ هاقول حاجات لك لأ إحنا كل ممكن ده على نقعد كده. confessions of married women يا جماعة. عادي إحنا عندنا حاجات زيادة، إحنا جايبين لك sample بس. لأ هتتبسط أوي. آه. طيب دلوقتي أنا اتعرّفت على واحد و طلّع عيني بقى، يوم يكلمني 15 مرّة وبعد كده يقعد 3، 4 أيام ما بيكلمنيش، مش فاهمة هو أنا معجب بيّا والّا مش معجب بيّا؟ إمم. الmixed signals دي بتبقى إيه؟ آآ بُصّي، يعني هو ما أعرفش ده pattern والّا مش pattern، يعني هو ده لو هو طول عمره مثلًا بيقرّب أوي 10 أيام وبيختفي 3 أيام كل مرّة، إمم، حاجة مقلقة، لكن لو بيختفي مرّة كل every blue moon يعني كل شوية ممكن يبقى بيمُر بظروف معيّنة أو نفسية معيّنة والكلام ده كلّه. أعتقد أحسن حل المواجهة، يعني أعتقد again نرجع للpoint بتاعة الcommunication والمواجهة يخلقوا نقاش بينهم وبين بعض، أنا باتضايق من الكلام ده، أنت بتعمل كده ليه؟ فتحاول حتى وخلّي بالك الراجل صعب يتكلّم، يعني عامةً الراجل مش زي الست، الست ممكن ادّيها الميكروفون الراجل صعب أوي يطلّع اللي جوّاه، إمم، بس الست اللي بتعرف تطلّع جوّه الراجل بتأثّر فيه جامد جدًا، فاهمة إزاي؟ عشان هو بيبقى بيعترف لها أو بيطلّع لها اللي جوّه، بيبقى vulnerable كده قدّامها وبيبقى يعني بيدّيها كل اللي عنده يعني، بيأمنها أوي، فبتأثّر جامد جدًا في حياته، فأعتقد لازم تواجهه ولازم تتكلّم معاه، يعني ما أصل أنت بتعمل إيه؟ يعني أنت 9 أيام معايا و3 أيام مع واحدة والّا أنت مش طايقاك والّا أنت عايز تبقى مع أصحابك والّا يعني she has to give all options وتحاول توصل معاه لحل، ما فيش حل غير كده يعني، لكن هي هتjump لconclusions هتبوّظ العلاقة من غير أي حاجة. يعني ما هي ممكن برضه تقول إيه، شكله بيعرف واحدة تانية، شكله بيزهق منّي، شكله مش طايقني، هتقعد تعمل كده هيدمّر الدنيا ويدمّرها هي نفسيًا، واجهيه، بس. ولسه دلوقتي يعني صعب شوية الرجالة بتستصعب شوية أو ما بتحبش فكرة إن الست هي اللي initiate، يعني لو واحدة جات قالت لك أنا معجبة بيك، يعني إمم. لسه بتاخدها إنه برضه أنا راجل ولأ وده معناها حاجة وحشة والّا بالعكس عادي؟ خالص، حصلت معايا كتير جدًا، يعني اتبسطت جدًا، يعني بالعكس والله بالعكس أوكي، أنا ممكن أحترم فيها شجاعتها، يعني أوكي. يعني فاهمة قصدي إزاي، يعني طب هي هتعمل إيه يعني، هتفضل من بعيد تسبّل، يعني هتعمل إيه؟ ما أنا ممكن يعني أفهم حاجة غلط يعني، ولكن ما فيش حاجة اسمها أنا باحبك من زمان، ما فيش حاجة اسمها كده، إمم، بس في حاجة أنا مثلًا إيه، أنا عايز أعرفك أكتر. إمم، يعني I'm interested to know you more يعني فاهمة إزاي؟ معجبة بيك يعني إيه معجبة، معجبة إيه شكل والّا شخصية والّا إيه؟ ما أنتِ ما اتكلمتيش معايا، فهي الفكرة كلها إن هم لو الناس فعلًا لو هي فعلًا معجبة أو attracted لحد معين، غالبًا بيبقى الattraction يا إما شخصية يا إما شكل، إمم، تمام؟ بعد كده بتبان بلاوي فاهمة إزاي؟ فأنا أعتقد دايمًا الخطوة الأولانية اللي هو I'm interested to know you more دي بتفهم الناس أكتر، يعني دي واحدة محترمة كويسة جدًا ما فيش مشكلة خالص، وفعلًا ممكن تتعرف أكتر يعني. أعتقد لو داخلة أكتر من كده أو مدبّة أكتر من كده هيبقى في أهداف أخرى يعني، فاهمة إزاي؟ يعني ما أعرفش إيه هي يعني، بس ممكن تكون مش صح يعني، ولكن الحاجة الreasonable برضه اللي بتكبر واحدة، واحدة، أعتقد بتبقى more solid يعني. ماشي. طيب حاجة تانية، مشكلة تانية. ده حلو أوي، افتحي لنا الصفحة دي بقى خلّينا نتفرّج. ندخّلك بقى واقعد أجاوب على الناس بقى. دخّليني وهادّيهم نصايح بالعبيط والله. هتتسلى معانا. آه. طيب حاجة أنا مخطوبة و خطيبي بيخونّي، بس هو بيقول لي إنه بعد الجواز هيبطّل. كنتِ. مفيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده خالص، يعني إيه؟ أصل هو يعني هو بيخونّي دلوقتي يعني هيخونّي قدّام، إمم، يعني إذا كان باقول لِك الكدب خيانة إمم، فيقوم خاينها وهو بيخطبها، لأ أوكي، طبعًا، يعني ما ارضاهاش يعني، لو واحدة صديقتي يعني أو الكلام ده كلّه ما ارضاهالهاش، أقول لها أنتِ بتحطّي المسمار في نعشِك بإيدِك يعني، إمم، لكن مبدأ الخيانة أنا ما باحبوش أبدًا. يعني أوكي، بالعكس أواجه على فكرة، ممكن أروح أقول لواحدة أنا ما باحبكيش، آه، عارف إن أنا هاكسر قلبها، عارف إن أنا هاضايقها، عارف إن هي خصوصًا لو هي مرتبطة بيّا، أحسن ما أروح أخونها. يعني فاهمة، بالعكس دي هتوجع أكتر، ودي هتوجع لحظي، دي هتوجع أبدي، فاهمة قصدي؟ عمرها ما هتنسى حد خانها، بس ممكن تحترمِك قدّام لمّا get over المواضيع إنِّك أنتِ جيتِ قُلتِ لها أنا بطّلت أحبِّك أو إن أنا عندي مشاكل في الموضوع ده كده، إمم. again communication روحي اتكلمي معاه قولي له قولي له سيبني دلوقتي اخلعي. أرجوك سيبني اخلعني بقى قبل الخطوبة يعني إيه عايزة أفكّر لك في حاجات تانية؟ خشينا بقى في حاجات أسخن شوية بقى، عايزين حاجات يعني كده ما في حاجات ده كل ده مش ده كل ده عادي يعني جدًا، كل ده على بنحاول الtimeline العادي. بنحاول نشوف إيه الحاجات اللي ينفع تتقال.
ممكن على التيت. في حاجات كتير ما ينفعش، بس يعني هنحاول آه. أشوف لك حاجة تانية ندخل في الحتّة أنتِ بتاعة عارفة أنا طول عمري كان نفسي أعمل برنامج تلفزيون على confessions of married women برنامج تلفزيون عليه؟ بس من غير anonymous برضه، يعني أوكي. الفكرة كلّها إيه، فاكرة برنامج بتاع حياتي بتاع زمان؟ آه. اللي هو الناس بتبعت مشاكل وبتاع الكلام إمم. ده كلّه، إن إحنا نعمل حاجة زي دي، وإن إحنا نطلّع المشاكل بتاعة الناس دي على التلفزيون بقدر الإمكان يعني مثلًا في حاجات معيّنة يعني زي ما أنا إحنا قصدي دلوقتي مش عارفين لأ نقولها أنا تاني. قصدي تُستعمل كإنها منصة أو platform إن فعلًا الناس تvoice out وكلّه anonymous ما هو إمم. المشكلة طالما ما حدش فاهم، فاهمة إزاي؟ زي برنامج حياتي، بس أعتقد they deserve إن الموضوع ده يبقى يتعالج من نواحي تانية أخرى، يعني هنا برضه خلّي بالِك إحنا بندّي نصيحة لبعض أو الستات بيدّوا نصيحة لبعض مش عارفين مش النوايا إيه عارفين والبُعد بالضبط. إيه والكلام آه. ده كلّه، إمم. فsometimes خطرة بس الحلو إنِّك بتطلّعيها، إمم. فتخيّلي بقى لو كان في قاعد مثلًا حد بيناقش الموضوع ده، حد بتاع علم اجتماع، حد بتاع قانون، حد بتاع علم نفس، فاهمة قصدي إمم. إزاي؟ يدّي النصيحة كمان من زوايا أخرى تانية، فكان نفسي دايمًا أعمل الموضوع ده، بس طبعًا قالوا لي الحاجات ما بتطلعش على التلفزيون لكن يا هي ريت صعبة والله أوي يا بس جماعة، يعني لو فكّرتوا يا جماعة قولوا لنا يعني يا ريت والله، بس يعني هاطلّعكم على طبعًا التلفزيون عندنا عادي يعني جدًا. طبعًا حاجات زي ما أنت شايف كده مش عارفين نقولها أصلًا أيوه. بس يعني الله يكون في يعني العون يعني لأ ياما في الدنيا بلاوي يعني والله لأ بنشوف كتير بس يعني مش هينفع لأ متهيأ لي يعني ممكن ممكن على نتفليكس بُصّي يعني ممكن اللايقة عليها، لأ أنا قصدي ممكن آه. تفلتر ده في حاجات معيّنة وفي حاجات يعني تقدري تناقشيها بس بطريقة تخلّيها أخف يعني، على الأقل هي هتفهم الإجابة. من بين السطور أيوه. قصدك. لا إمم. والله يعني محتاجين فعلًا لأ يعني توعية جامدة جدًا، توعية آه. مهمة جدًا، بس توعية. يعني أنا ابتديت من 11 سنة، أنا فلأ عارف دلوقتي آه. لأ الوعي أكتر بكتير، مليون في المِيّة، مليون في المِيّة، يعني مليون في المِيّة. خلّي بالِك إحنا برضه again برضه الculture بتاعتنا والتربية بتاعتنا يعني ما تقوليش لجوزِك كده لأحسن يعمل مش إمم. عارف إيه، فأنتِ أصلًا البنت طالعة عليها stress رهيب وعليها مسؤولية وعليها إحساس إن هي هتبوّظ كل حاجة بجملة أو بكلمة، while on the other hand لأ، الراجل مش كده خالص، ارتبطي بحد تعرفي تتكلمي معاه، إمم. يعني ما ترتبطيش بحد تخافي تتكلمي معاه، وده اللي بيعمل الوعي، يعني هي لمّا تقول له كده هيقول لها أنا وجهة نظري كذا فأنا قصدي يعني النصيحة لأي حد فعلًا، فعلًا، فعلًا أي ست ارتبطي بالشخص اللي تعرفي تقعدي تتكلمي معاه. إمم. مش الشخص اللي بيقفلِك ويسكّتِك ومش عارف يعمل إيه الكلام ده كلّه، عشان هتنفجري قدّامه، ومش هتطيقي له حاجة، وأول ما يغلط غلطة هتدّي له بالجزمة يعني فاهمة قصدي؟ فأنتِ خلاص ما بقيناش نشيل لبعض فاهمة؟ فدي مهمة جدًا، جدًا، جدًا. عارفة زمان كانوا بيقولوا لنا دايمًا إيه ارتبط بالشخص يعني دايمًا كان جملة ما باحبهاش أبدًا، اللي هو دايمًا إيه، خُد اللي تحبك ما تاخدش اللي أنت بتحبها. إمم. إيه يا جماعة يعني برضه بيبوظوا دماغنا من زمان جدًا، لا بالعكس، خُد اللي تتكلم معاها وهي تتكلم معاك، يبقى عندكم كلام مع بعض، بالضبط. عشان الحب كده والّا كده ما إحنا عارفين يعني. بي باي، باي. أم لأ، وبيتحوّل لحاجات هو تانية. بيتحول حاجات تانية، يعني مش بالضبط بيروح بس بيحصل بيبقى له يعني evolution حاجة ما هو الحُب ده بيحصل له evolution فاهمة إزاي؟ بيتطوّر كده أو بيevolve يا إمّا لحاجة كويسة، يا إمّا لحاجة منيّلة في 60 نيلة. إمم. يعني عايز أقول لِك إن أنا ممكن يكون واحد ودي حصلت معايا أنا، من كتر ما إحنا بنحب بعض جدًا، 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 لمّا أنتِ بتضايقيني بابقى عايز أضايقِك أكتر. يعني علشان أوكي. أنا مش متخيّل قد إيه الحُب اللي أنتِ بتحبّيهوني ده وإزاي ضايقتيني كده، ده أنا I wanna give back بقى فاهمة؟ لو هو كده بقى. إمم. فsometimes الحُب المولّع النار ده بيتقلب لغِل جامد جدًا، جدًا. إمم. فاهمة؟ لو ما فيش حد عنده الحكمة وإن هو بيهدّي عشان كده باقول لِك الكلام مهم أوي، وإحنا ما عندناش بقى الست تقول لأ أنا هاقول كده هيفهمني غلط، لأ أنا مش عارفة إيه. بس هي راجعة تاني برضه الحتّة بتاعة الميديا يعني الست إحنا وممكن تكون إحنا لسه بنعمل الموضوع ده مع بناتنا يعني إمم، وأتمنى إن إحنا نبطّله، هي المسؤولة الأول والأخير عن سعادة كل الناس اللي حواليها، فهي طول الوقت إمم، خايفة زي ما بتقول هاقول آه، كلمة إمم، فالبيت هيتهد، الدنيا ده لمّا بيكون بيخونها إمم، بيطلّع الموضوع هي اللي إمم. غلطانة مليون في المِيّة. وجع. أنا عايز أقول لِك كمان أنا اشتغلت كتير أوي على حملات توعية للمرأة، واللي هو تمكين المرأة، يمكن اشتغلنا مع المجلس القومي للمرأة مع إمم. الدكتورة مايا مرسي كتير جدًا، ومع الUN في الحاجات دي. هتستغربي لمّا تعرفي إن أحد أسباب سقوط المرأة وعدم تمكين المرأة هو الأم، ده إمم. السبب الأول والرئيسي. تخيّلي إمم. بقى إن هي دايمًا تقول لها إيه، لا، 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 لا جوزِك ما هيعمل اللي هو عايزه ويرجع لِك تاني، جوزِك مش فدايمًا هي عندها زي ما أنتِ بتقولي إحساس إن هي المحور بتاع العلاقة، لأ إمم. هو المفروض الموضوع تتقسّم balance ما بين التُقل ده يبقى على الاتنين، فاهمة قصدي إزاي؟ ولكن لأ، أنا أقول للأمهات دلوقتي أو الستات دلوقتي اللي هُم potentially يبقوا أمهات، لأ ادّي لبنتِك الsupport وادّي لبنتِك الحرية، وأهم حاجة تبقى independent خلّي بالِك الست لمّا ما بتبقاش independent بتاكل بالصرمة يعني فاهمة إزاي؟ يعني هي دلوقتي لو أنا عندي عيّلين وبتاع والكلام ده كلّه وجوزي بيخونّي وبتاع، جزء من الحاجات اللي أنا هافكّر فيها هيرميني في الشارع. إمم. لو اتكلمت هيرميني فده علشان أنتِ مش مستقلة، ما عندكيش مصادر إنِّك أنتِ تقدري تبقي أنتِ عندِك عايشة لوحدِك،
شهادتِك، تعليمِك، بتاع الكلام ده كله don't compromise إمم. يعني في الأول وفي الآخر راجل يعني في ثانية آه، فلأ الموضوع يعني سهل يعني. فهي حتّة الست كمان لمّا تبقى مستقلة وقوية، هتعرف تاخد قرارات صح مش مبنية على الضعف أو إن أنا لازم أخضع علشان إن أنا أكمّل العلاقة. فأنا دلوقتي لمّا أكون مكمّلة مع واحد هاكمّل معاه عشان أنا مقتنعة، أنا هاعرف أعيش من غيره على فكرة، بس أنا مقتنع إن أنا أبقى معاه، إمم. مش إن أنا مضطر أبقى معاه، إمم. فرق كبير. هو متهيأ لي هو جيلنا هو هي غلبلة بس اللي هو يعني إحنا اللي لبسنا في الحيط يعني، بس إمم، يعني اللي هو فكرة إنه بقى في ستات اللي هو واخداها independence فبقى إمم، الموضوع ندية، واللي هو الرجالة بتتضايق منه أنتم داخلين خناقة والكلام ده كله، صح. بس هو جاية من إمم، history يعني جاية من حاجات مليون في المِيّة. إحنا الجيل شايلينها. بتاعنا إحنا يمكن جيل محوري، اللي هو حصل فيه الmutation إمم. التغيير، آه. فعانينا كتير جدًا. بس عايز أقول لك مش شرط لسبب إن أنا دلوقتي الجيل الجديد نسبة الطلاق عالية جدًا. يعني عايز أقول لك إن أنا ما أعرفش مش فاكر الأرقام أوي، بس يعني it's interesting إن إحنا نعرف الأرقام. في آخر 10 سنين قد يكون 50% نسبة طلاق. يعني اللي اتجوزوا في آخر 10 سنين اتطلقوا منهم 50% نصهم. إمم. طب ده مدمر جدًا برضه، يعني فاهمة إزاي؟ يبقى أنتم حاجة من الاتنين، يا قرار في الأول غلط، يا إحنا مش عارفين نتعايش، يا إما مش عايز أرمي على الظروف علشان إحنا يعني بس في حاجة غلط، قرارات بتبقى غلط أو إدارة العلاقة غلط. خلّي بالِك أنا ممكن آخد قرار غلط على فكرة، ممكن أرتبط بواحدة ممكن ما تبقاش شبهي جامد جدًا، إمم. بس إدارتي للعلاقة معاها ممكن يوصّل لحتّة كويسة جدًا، يعني اهم. فاهمة قصدي؟ في علاقات كتيرة أوي ما اتبنتش على حُب، بس اتبنت على حاجات تانية كتير ومشيوا زي الفل يعني. أيوه إحنا قُلنا الحب مش هو اللي إمم. بيمشّي الدنيا لأ يعني هي هو إدارة، بُصّي هي زي الإدارة، فاهمة؟ أنا بتديري شركة، بتديري دولة، بتديري علاقة، هي the way you manage things فاهمة إزاي؟ إمم. جوزي بيحكي كل حاجة لمامته، ومامته بتتدخّل في كل حاجة في حياته. لأ ما بُصّي يعني ما لازم تتكلمي معاها، قال له يعني هاتكلّم معاه ما هو لأ أصل خلّي بالِك هي لازم الأول تبتدي بالكلام لو هو ولو ماشي هو اتكلّمت معاه يعني خلاص وهي مصممة تتدخّل اجري طبعًا بُصّي عشان هاقول لِك حاجة بس أيوه. طبعًا مهما كان طبعًا الأمهات عاقلات وكل حاجة، بس دايمًا الأم عندها انحياز لأولادها بكل يعني هتدّي لنفسها مليون عُذر إن هي تاخد صف، فاهمة إمم. إزاي؟ مع إن مثلًا لأ، أنا أمي مش كده، بس وقت الخلاف لأ، أمي كده يعني فاهمة قصدي إزاي؟ فاهمة. في نفس فقبل أمّا الموضوع تولع، هتلاقيها دايمًا تقول لك: "يا حبيبي بُص بالراحة شوية." مش عارف إيه الكلام ده كله، سِبنا بعض، "دي بنتِك فاهم؟ أوكي. فطبعًا أوحش حاجة في الدنيا مش بس الأم، أوحش حاجة في الدنيا حد يخش في العلاقة ما بين الراجل والست، إمم. يعني دي لازم تحط حد ليها الست، ولازم تبقى ذكية إزاي تتعامل مع الأم، ورأيي تخلّي الأم تحبها، دي كده تبقى أصيع واحدة في الدنيا كلّها، بس طبعًا مش سهلة ومش it's not easy يعني أنا فاهم متفهّم، ولكن لا الست ولا الراجل الاتنين مع بعض ما يسمحوش بتدخُّل أي حد في علاقتهم. عارفة لعبة تليفون كاسيه بتاعة زمان؟ إمم. عارفة اللي أيوه الكلام بينفس. ده اللي بيحصل، يعني فاهمة، ده اللي بيحصل، إيه هي قالت لك كده، لا هي ممكن تكونش قالت كده، على فكرة بالراحة بس لأ، يعني فاهمة، آه. فدايمًا ما تحطّش حاجز، يعني خُش ولا حتى تحكوا، يعني أنا مش مع إن الست تقعد تحكي لأصحابها اللي بيحصل، ولا هو يحكي لأصحابه اللي بيحصل، إمم. يعني مش ما أعتقدش إن دي برضه حاجة من الحاجات الصحية للعلاقة يعني، ولا تحكي تفاصيل ولا بس تحكي ده نابع من إيه؟ يعني في رجالة بتشوفها اللي هو لأ، أصل أنتِ صحابِك والّا أهلِك هيقوّوكِ عليّا. بُصّي هو الرجالة عامةً ما بتحكيش، يعني الرجالة برضه مش زي الستات، لا بس برضه يعني دلوقتي بقيتوا بتحكوا شوية. مش أوي لأ، مش أوي؟ لا، 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 آه. يعني أوكي. حتى أنا ساعات بابقى مش يعني مخضوض شوية من كَم التفاصيل اللي الستات ممكن يحكوها مع بعض، بس الراجل مش كده خالص، الراجل آخره مثلًا إيه، يا عم دي نكدية يا عم عكننت عليَّ وبتاع ما إمم. خلتنيش ليه يا عم؟ قال إيه يا عم الولاد عايزين ياخدهم الساحل وأنا اللي مش عارف أعمل إيه، بس. إمم. أوكي. الست بقى باقول لِك إيه، ده أنا قُلت له تعالَ الساحل، اشمعنى سُعاد بنت مش عارف مين، والله بجد ما باهزر، أوكي. فاهمة إزاي؟ قام رادد عليّا قال لي ورفع لي حاجبه، ده لمّا رفع لي حاجبه بقى أنا كنت عايز أمسك الشبشب يعني فاهمة، دخلنا في حاجات تفاصيل كتير. آه. فابتديت إن أنا كشخص خارجي to get exposed to تفاصيل غلط، إمم. على كل المستويات على فكرة، سواء العلاقة شخصية أو الخناقات أو، ما أعتقدش إن يعني بلاش، عشان كمان خلّي بالِك لو أنا باحكي لأمي، ما هي أمي هتتشحن ضدها. إمم. بُصّي يا أمي أنا قُلت لها النهارده قامت رافعة صوتي، يا نهار أبيض! رافعة صوتها على ابني بنت 60 automatically هي مش داخلة في العلاقة ولا في الdynamics بتاعتها ولا في تفاصيلها، بس she أخدت formed موقِف منها. perception خلاص بقى أوكي. عندها نوع من أنواع الفكر أو الإدراك معيّن عليها وده خطأ، إمم. فاهمة قصدي؟ فبس خلّوا وداري على شمعتك تولّع يعني. تولّع فيك. أيوه تولّع فيك بالضبط بس يعني كده، مش مشكلة. بالضبط أيوه. بس فده لأ ما تخلّيش حد يخش في العلاقة خالص، يعني أوكي. مش ما أنصحش. طيب جوزي بيضربني، بس هو أب كويس جدًا، وزوج كويس جدًا وبيحبني، بس هو لمّا بيتعصب أنا باستفزه وبيضرب. بُصّي، أنا بالنسبة لي الضرب ده out of the question مش موجود المفروض ما يبقاش موجود على الكوكب، هو عامةً عدم الاحترام، أول لمّا بيخش في العلاقة عدم احترام، أبصم لِك بال10.
ما بتتصلّحش، ما ترجعش زي ما كان، لا شتايم ولا مَد إيدين ولا الكلام ده، ده غير مقبول بالمرّة. يعني أنا لو أختي تتخانق مع جوزها زي ما هي عايزة، يسيبوا البيت لبعض، يعملوا مش عارف إيه، يتجننوا، تمام زي ما كل شوية هتلاقيني باخدها وأودّيها. الحاجة الوحيدة اللي مش هارجعها البيت إن هو يمد إيدها عليه أو يغلط فيها بشكل غير لائق، فاهمة إزاي؟ دي الحاجتين اللي أنا هتلاقي نفسي باقلب وبasupport البنت 100%. لكن حتّة هي مش ما ينفعش يعني أنا بس ما بافهمهاش يعني ما ينفعش تaccept حاجة اسمها كده، ولا حتى تقول له معلش أصل هو كان متنرفز وأنا مش عارف. once إن هو he give himself الlicense أو الرخصة إن هو يعملها مرّة، هيعملها 2 إمم. وهتلاقي قدّام ممكن يعمل الكلام ده مع ولاده وقدّام. لكن العنف بجميع أنواعه مهمًا كان سواء لفظي، سواء يدوي، جسدي، بتاع الكلام ده كله، غير مقبول. ده مش تجري دي بقى دي تخلع بُكرة يعني فاهمة؟ خلاص لأ أوكي. الضرب يستحق. لأ غير مقبول، مش في القاموس. إيه أصعب نِفْسك تسيبه في الحياة؟ إن يتقال عليّا الراجل ده كان محترم وبيساعد الناس بس. لو رجعت قابلت نَفْسك وأنت صغير تقول لها إيه؟ أقول له: "يا ابني اهدى شوية، يا ابني بلاش تسرُّع يا ابني، مش كل حاجة عايزها كده تجري تعملها على طول." يعني أقول له: "اهدى." يعني مش عارفة أقول لك إيه، تعبناك وطوّلنا أوي. لا والله، والله عارفة؟ اتبسطت بالذات الفقرة بتاعة فقرة الأسئلة دي دي عاجباك ها؟ حلوة جدًا على هابعت لك فكرة. حاجات بقى اللي هو ابعتي لي ممكن لأ أرُد عليكِ أيمن بآراء بس، يعني آراء. ابعت لي أو stickers بُصّي أنتِ هتبقى ممكن تعملي على الصفحة يوم مع أحمد فاهمة إزاي؟ افتحوا يا جماعة الchat هيتبسطوا أوي أيوه تجاوب بقى على بالضبط. الحاجات واجاوب على اللي مش الحاجات عارفين الشائكة نقولها. بقى اللي مش عارف أجاوب عليها دلوقتي مش قدّام عارفين الميكروفون نجاوبها أيوه. لأ يعني ممكن باقول لك هنعمل برنامج على Netflix ونجيبك أنت تجاوب على كل الأسئلة أيوه تاخد المايك أيوه طلع ناس بشيطة سودا عارفة الحاجات دي خلف الأسوار. أيوه. thank you for coming بجد مبسوطة إنه عرفنا نضبّطها في الآخر، إمم. ويا رب ما نكونش ضايقناك، وانبسطت معانا. بالعكس أنا انبسطت جدًا، جدًا، جدًا وزي ما باقول لك يعني هاقول للناس كلها حبّوا بعض يعني حاولوا تحبّوا بعض أكتر والله بجد الضغوط جامدة جدًا، أوكي. جدًا مش مستاهلة أي حاجة ويعني إن شاء الله كلنا نعدّي الأزمات يعني. اتبسطت جدًا معاكم يعني. ميرسي، شكرًا. شكرًا.